طلاب تانية ثانوي عاملين ايه يا ابطال؟ وحشتوني كتير 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 جدا جدا جدا. اتمنى تكونوا بخير يا رب. خلاص خلصنا الترم التاني، عايزين بقى نبدأ الترم الاول كده بكل نشاط وحيوية. النهارده هنشرح درس شوية كبير بس هو سهل، هو اكبر درس عندك في علم الاجتماع. فيه شوية رغي كتير بس هنحاول ان احنا ايه نلخص الدنيا. هنشرح اول درس في علم الاجتماع اسمه التنشئة الاجتماعية. عايزة تركز معايا في الدرس ده عشان الدرس ده مهم، وهو كبير قوي بصراحة، هو درس كبير وفيه رغي كتير، بس ان شاء الله يعني هنحاول نلخصه على قد ما نقدر. يلا بينا يلا بينا. وزي ما قلت لك يا حبيب قلبي ان اول درس عندك في علم الاجتماع بيتكلم عن حاجه اسمها التنشئه الاجتماعيه. مستر يعني ايه كلمه تنشئه؟ كلمه تنشئه معلم معناها تربيه اجتماعيه. هنا في الدرس ده هنتكلم عن الانسان من وهو صغير لحد اما كبر. ايه اللي حصل له في المراحل دي وازاي اتربى، ازاي الانسان ايه اتربى. وهنبدا نشوف ايه المؤسسات اللي خلت الانسان دوت يتربى او يبقى عنده حاجه اسمها التنشئه الاجتماعيه، وهل كل المؤسسات بتربي الانسان ولا لا. فتعالى واحده واحده كده نقرا تعريف التنشئه الاجتماعيه، وركز معايا يا معلم. معلش الدرس ده هيبقى فيه شويه رغي بس ايه، هناخده واحده واحده مع بعضين. بيقول لك تعد التنشئه الاجتماعيه، واحنا فهمنا يعني ايه كلمه تنشئه، يعني تربيه. فلما اجي اقول لك كلمه تنشئه تحط في دماغك على طول تعد التربيه الايه الاجتماعيه. من اكثر العمليات الاجتماعيه تاثيرا على الفرد في مختلف حياته. ما طبيعي يا حبيب قلبي، انا لسه قايل لك اصلا ان الانسان التنشئه الاجتماعيه او التربيه الاجتماعيه دي هي اللي بتاثر على الفرد في مختلف او مراحل حياته. ليه يا مستر؟ حبيبي دلوقتي انت دلوقتي اتربيت في اسره كويسه، تمام؟ فهتلاقي وانت لما تكبر هتبقى حد ايه كويس، فالتنشئه بتاعتك اللي هي النشأة بتاعتك كانت كويسه فتطلع حد ايه كويس. طب المدرسه اللي انت كنت فيها كانت كويسه فتطلع برضو حد ايه كويس. فتخيل بقى الاسره والمدرسه كويسين، فاكيد هتطلع حد ايه كويس. فعشان كده بنقول ان التنشئه الاجتماعيه دي بتأثر على الفرد في مختلف ايه حياته. لكن لو جبنا واحد ما ترباش كويس قصدي يعني، والمدرسه بتاعته كانت مثلا مش كويسه، فاكيد هيطلع حد ايه مش كويس، فاكيد هتأثر في مراحل مختلف ايه حياته. فبيقول لك اهو التنشئه الاجتماعيه تعريف كده استرشادي حلو: عمليه يتعلم الفرد من خلالها قيما وانماطا للسلوك الاجتماعي. بيقول لك ايه؟ ان التنشئه الاجتماعيه او التربيه الاجتماعيه دي بتعلم الفرد قيما وانماطا للسلوك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك يا معلم بتعرفك معنى القيم، ايه الخير وايه الشر، القيم بتاعتنا، تمام؟ وبيتعرفك كمان انماط السلوك الاجتماعي، مفروض انت سلوكك يكون عامل ازاي في المجتمع. احترم مثلا الاخرين، المفروض معلش صوتي على حد مش عارف ايه، احترم اخويا، احترم الجنس الاخر او الحاجات دي. فهنا بتكلم عن السلوك الاجتماعي. فبيقول لك ان التنشئه الاجتماعيه يا حبيب قلبي دي عمليه يتم الفرد من خلالها اكتساب القيم واكتساب الايه السلوك الاجتماعي. يعني انا من الاخر، هو الدرس كله عشان بس تبقى انت عارف، الدرس كله بيتكلم ادي الفرد بتاعنا العقيم، تمام؟ بيقول لك الفرد ده بص انا عشان بس ايه مش عايز اعيد لك الحته دي تاني. بيقول لك الفرد ده وهو صغير بيحصل له حاجه اسمها تنشئه اجتماعيه. يعني ايه مستر تنشئه اجتماعيه؟ يعني تربيه. تعالى كده ايه ناخدها في البورد. مش شغاله يلا مش مهم، هي لسه هتفتح وحوار. طب خلاص ما علينا، ما علينا مش مهم. فبيقول لك ايه؟ ان الراجل ده او الطفل الصغير ده بيحصل له حاجه اسمها التنشئه الاجتماعيه. فبيقول لك ايه؟ التنشئه الاجتماعيه دي بتاثر على مراحل حياته كلها. يعني ايه يا مستر بتاثر على مراحل حياته كلها؟ يعني حبيب قلبي لو هو اتربى او عنده كانت تربيه كويسه فالانسان ده هيطلع كويس، لو هو قاعد في مدرسه كويسه فالانسان ده هيطلع كويس. مش بس كده، ده التنشئه الاجتماعيه دي بتعرفه السلوك الاجتماعي، يعني ازاي يتعامل مع المجتمع، ازاي يتعامل مع ايه مع المجتمع. بتدي له كمان القيم بتاعته، تدي له كمان ايه القيم بتاعته. يبقى من الاخر كده التنشئه الاجتماعيه بتعمل ايه؟ لا يا معلم ده بتعمل حاجه كبيره قوي، بتخلي الفرد دوت يبقى طالع في المجتمع حد كويس، بتخلي الفرد ده طالع في المجتمع عنده سلوك ازاي يتعامل مع المجتمع، عنده قيم ازاي يتعامل بيها ايه مع المجتمع. تمام تمام، يبقى دي التنشئه الاجتماعيه. حلو التعريف الاسترشادي ده. بيقول لك ايه؟ ان التنشئه الاجتماعيه او التربيه الاجتماعيه عمليه يكتسب
الفرد من خلالها المعرفة والخبرات اللازمة لأسلوب حياة الجماعة ليصبح عضوا فاعلا في المجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ نفس الكلام اللي احنا عمالين نشرحه هنا. بنقول لك يا معلم ان التنشئه الاجتماعيه بتدي للفرد او بتكسب للفرد معرفات وخبرات. المعرفات والخبرات دي بيعمل بيها ايه؟ بيقول له انت ازاي تتعامل مع المجتمع اصلا. تمام؟ عارف زي ايه؟ لما يجي مثلا طفل صغير موجود اهو، فتلاقي ايه؟ جه راح قام شتم مثلا راجل كبير، فابوه يجي يقول له ايه؟ عيب يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما يصحش في المجتمع بتاعنا. هنا ايه اللي حصل؟ بيعملوا حاجه اسمها التنشئه الاجتماعيه. بنجيب الطفل الصغير نقول له الحاجه دي غلط والحاجه دي ايه؟ صح. طبعا احنا عندنا اول ما الطفل الصغير يقول له ايه؟ تفعل عمو حبيبي، انا عارف انا الشغل ده. دي طبعا حاجه اسمها تنشئه اجتماعيه ايه؟ غلط. التنشئه الاجتماعيه الصح هي المفروض ان انا اعلمه القيم والسلوكات الايه؟ الصحيحه عشان هيتربى عليها. ما تجيبش واحد تقول له ايه هو صغير، تيجي تقول له تنفع عمو حبيبي وعايزه يطلع دكتور؟ استحاله يعني حبيب قلبي. لا، لما تعلم الطفل ان هو يحترم الكبير من هو صغير، هتيجي تقول لي طب الطفل هيفهم حاجه؟ اه يا حبيبي هيفهم حاجه. الطفل وهو صغير هناخد شويه كده، لان الطفل وهو في السن الصغير خالص بيقبل اكتر من السن الايه؟ الكبير. طيب، بيقول لك يا معلم عندنا حاجه اسمها اهداف التنشئه الاجتماعيه. ركز بقى معايا. التنشئه الاجتماعيه دي هدفها ايه؟ بص كده وركز معايا، بيقول لك ايه هم 5 اهداف. بيقول لك ان التنشئه الاجتماعيه تساعد الفرد على، ركز بقى معايا واحد، بيقول لك التوافق الاجتماعي والتآلف مع الاخرين. يعني ايه يا مستر التوافق الاجتماعي والتآلف مع الاخرين؟ بيقول لك ان التربيه الاجتماعيه او التنشئه الاجتماعيه بتخليك قادر ان انت تتعامل مع الاخرين. يعني ايه يا مستر اتعامل مع الاخرين؟ بص، عارف كده لما يبقى في انسان انطوائي مش بيعرف يتعامل مع الاخرين، في انسان متوحد ما بيعرفش يتعامل مع الاخرين، دوت حصل له خلل في التنشئه الاجتماعيه، فعشان كده ما بقاش عنده حاجه اسمها التوافق الاجتماعي او التالف مع الاخرين. تلاقي واحد تاني بيعرف يتعامل مع المجتمع، وتلاقي ان هو بيعرف يتكلم وبيعرف يقف كده قدام ناس كتير ويمسك المايك ويتكلم ويعمل كل حاجه. ليه؟ علشان ده التنشئه الاجتماعيه ربته كويس، فقدر ان هو يبقى في توافق الاجتماعي والتآلف مع الاخرين. يعني قادر، عارف يعني ايه متآلف مع الاخرين؟ يعني قادر يندمج مع الايه؟ مع الاخرين. يبقى اول حاجه في التنشئه الاجتماعيه ايه؟ بتساعد الفرد على ايه؟ بتساعد الفرد على التوافق الاجتماعي والتآلف مع الاخرين. يعني هو بيقدر يندمج مع المجتمع ويقدر ان هو يتكلم مع الناس وكده. طيب، بعد كده بيقول لك ايه؟ الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس. يا حبيب قلبي، التنشئه الاجتماعيه بتخليك او بتعلمك انت ازاي تستقل بذاتك، ازاي تفكر وتعتمد على نفسك. عارف زي ايه؟ تلاقي مثلا ام ماسكه ابنها الصغير وتيجي تقول له ايه؟ كل لوحدك. عارف انت الفيديوهات، افكرك انا، عارف انت افكرك ايه؟ افهمك يعني. عارف انت الفيديوهات اللي بتيجي مثلا تقول لك ايه؟ تشوف مثلا طفل وابوه ماشيين، وابوه يقوم معدي مثلا حته كده صعبه ويسيبنه وما يساعدهوش، ويخليه بقى قاعد مستني ان الطفل هو اللي عايز يطلع الحاجه غصب عنه، او عمال يحاول، والاب عمال قاعد بيتفرج عليه. بيعلمه ايه هنا؟ بيعلمه حاجه اسمها الاستقلال الذاتي، يعني الاعتماد على النفس. يعني انت هتقدر ان انت ايه؟ تعديها، وبعد ما يعدي يقوم مسقف له واخده بالحضن. فهنا بيحصل ايه؟ بيخليه من هو صغير بيعلمه ان انت تعتمد ازاي على نفسك. فالتنشئه الاجتماعيه لحد دلوقتي بتعلمني ان انا ازاي اتعامل مع الاخرين، وازاي اعتمد على نفسي، وازاي اكون صاحب قرار. تمام تمام. طب بيقول لك ثالث حاجه ايه؟ اكتساب المعارف والاتجاهات والقيم الروحيه والخلقيه والاجتماعيه والوجدانيه. يا حبيب قلبي، ركز بقى معايا في الحته دي. يعني ايه اكتساب المعارف والاتجاهات والقيم؟ التنشئه الاجتماعيه يا معلم بتخليك ان انت اكتساب، هو بيعيد نفس الكلام، اكتساب القيم. يعني بتخليك ان انت قادر تبقى تكتسب قيم زي مثلا الخير والحق. تمام؟ وبيقول لك ان انت ازاي تكتسب بعض القيم دي تتعامل بيها مع المجتمع. يبقى من الاخر التنشئه الاجتماعيه دي بتخليني ازاي اتعامل مع الناس، بتخليني ازاي يكون عندي استقلال ذاتي والاعتماد على نفسي، بتخليني او بتكسبني القيم اللي هي المعارف. تمام؟ والقيم الروحيه والخلقيه. يعني ايه القيم الروحيه والخلقيه؟ القيم الروحيه دي ان هي بتخليك ان انت تتعامل ازاي مع ربنا. تمام؟ يعني انت من طفل صغير ما بتبقاش عارف مثلا مين هو ربنا، لكن تيجي بقى الاسره تقول لك خلي بالك ربنا ده اللي خلقنا، هو اللي عمل، هو اللي سوى، تبدا تقول لك ان انت تصلي له وتصوم له مش عارف ايه. فالتنشئه الاجتماعيه بتخليك عندك قيم، والقيم كمان ايه؟ ممكن تكون قيم روحيه في ان انت تساعد الخير، تساعد الغير. تمام؟ تدي اللي محتاج كده. وكمان اجتماعيه والوجدانيه. يعني ايه اجتماعيه ووجدانيه؟
التنشئه الاجتماعيه يا معلم بتكسبك خلق اجتماعيه وقيم وجدانيه. يعني ايه خلق اجتماعيه؟ دي معروفه، ان انت ازاي تتعامل مع الغير، يعني ان انت تتعامل مع الغير باحترام، ان انت تشوف الراجل الكبير تساعده، تمام؟ فدي القيم الاجتماعيه. وايه القيم الوجدانيه؟ وهنا بتكلم عن المشاعر، ازاي تدي للي قدامك حب وما تكرهوش. التنشئه الاجتماعيه جايه بتقول لك، او جايه تخليك ان انت تكتسب القيم الوجدانيه، يعني المشاعر، ان انت المفروض يكون عندك حب وخير لكل الناس. حب وخير لايه؟ لكل الناس. يبقى الثلاث حاجات اللي خدناهم لحد دلوقتي في عمليه التنشئه الاجتماعيه. اول حاجه توافق الاجتماع والتالف مع الاخرين، يعني ازاي اتعامل مع الناس واندمج مع المجتمع. تاني حاجه ازاي اعتمد على نفسي في الاستقلال الذاتي. تالت حاجه ان هي بتكتسبني المعارف والاتجاهات والقيم الروحيه، يعني بتخليني يبقى عندي قيم. وخلي بالك ممكن كمان تخليك عندك قيم روحيه، زائد ان هي عندك اخلاقيات اجتماعيه، يعني قيم اجتماعيه، زائد الوجدانيه. يعني ايه يا مستر الوجدانيه؟ يعني بتخليك ان انت قادر تبقى عندك قيم وجدانيه، زي مثلا ان انت تحب الناس كلها وما تكرهش ايه؟ اي حد. طيب بعد كده اربعه، بيقول لك اكتساب المعايير الاجتماعيه التي تحكم سلوكه واتجاهاته. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، ركز كده معايا في الحته دي. عارف حسيت ايه يا حبيب قلبي؟ يا حبيب قلبي انا بقول لك كده، عارف انت حته يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متدغدغ، انا متدمر. ركز معايا. بيقول لك ايه؟ اكتساب المعايير الاجتماعيه التي تحكم سلوك واتجاهاته. هو نفس الفكره اللي احنا بناخدها من الاول. بيقول لك ان التنشئه الاجتماعيه مفروض ان هي بتكسب المعايير الاجتماعيه. يعني ايه بتكسب مصر المعايير الاجتماعيه؟ يعني من الاخر بتخليك تقول لك ايه الصح وايه الغلط، ايه السلوك اللي انت تنفع تعمله وايه السلوك اللي انت ما تنفعش تعمله، ايه السلوك اللي يوافق المجتمع وايه السلوك اللي ما يوافقش الايه؟ المجتمع. يبقى من الاخر التنشئه الاجتماعيه حتى الان قالت لنا اربع حاجات: ان انا ازاي اتعامل مع المجتمع ومع الاخرين، ازاي يكون عندي استقلال ذاتي. التنشئه الاجتماعيه بتكسبني حاجتين لحد دلوقتي: بتكسبني المعارف والاتجاهات والقيم الروحيه، يعني بتخليني ان انا عندي قيم روحيه، ان هو ازاي اتعامل مع الله في الصلاه والصوم والكلام دوت. وبالذات كمان بتقول لي ان هو عندي قيم واخلاقيات اجتماعيه، يعني ازاي اتعامل مع المجتمع والناس، واخلاقيات وجدانيه، ان انا ازاي ادي حب لكل الناس. بعد كده أربعة بيقول لك اكتساب المعايير الاجتماعية التي تحكم سلوك والاتجاهات، ويعني جاية بتقول لك يا معلم أنت إزاي تتعامل مع المجتمع، ايه السلوك اللي ينفع مع المجتمع وايه السلوك اللي ما ينفعش مع المجتمع. خامس حاجه بيقول لك تعلم الادوار الاجتماعيه، ودي خدناها الترم اللي فات. وهنا الدور والمكانه. بيقول لك هنا تعلم الادوار الاجتماعيه، يعني التنشئه بتقول لك يا معلم انت ايه دورك في المجتمع، ايه مكانتك في المجتمع وايه دورك. انا دوري كمدرس ان انا ايه؟ اعلمك، وانت دورك كطالب ان انت ايه؟ تذاكر. فالتنشئه الاجتماعيه جايه تعرفك دورك في المجتمع. دورك فين؟ في المجتمع. طب تعال نقرا كده مثلا بيقول لك ايه: تعلم الطفل اساليب وقيم وعادات الجماعات التي سوف يصبح عضوا ايه فيها. او بيقول لك ان هي بتتعلم القيم والعادات بتاعه المجتمع علشان هو هيصبح عضو في المجتمع ده، فلازم يتعامل ايه؟ القيم بتاعتهم. تمام تمام. طيب بعد كده بيقول لك اشكال التنشئه الاجتماعيه. خلي بالك بقى، عشان عندي شكلين من التنشئه الاجتماعيه. احنا قلنا التنشئه الاجتماعيه معناها ايه؟ ايوه تربيه. ركز كده بالله عليك. طب بيقول لك ايه؟ تأخذ التنشئة الاجتماعية شكلين أساسيين، وهم إيه؟ التنشئة المقصودة والتنشئة الغير مقصودة. أنا عايزك بس تكتب الحتة دي معايا. التنشئة المقصودة وسميها هنا تنشئة مباشرة، والتنشئة الغير مقصودة سميها هنا تنشئة غير مباشرة. طب مستر إيه التنشئة المقصودة؟ التنشئة المقصودة هنا وهي التربية المقصودة، اللي هو أنت قاصد إن أنت تربي ابنك، قاصد تربي إيه؟ ابنك. فهنا في اتنين، عندي الأسرة وعندي المدرسة. الأسرة هي الأولى والمدرسة هي الثانية، ودول بيبقى تنشئة مقصودة، وهنا قاصدين إن هم يربوا الأولاد على القيم والعادات والتقاليد بتاعة الإيه؟ المجتمع. فمين هم التنشئة المقصودة أو التنشئة المباشرة؟ هي الأسرة وإيه؟ والمدرسة. طب مين هي التنشئة الغير مقصودة أو الغير إيه؟ مباشرة؟ ودي بتحط عادات وقيم لكل الناس. بيقول لك إيه؟ بتقول لك ان هو تتم من خلال دور العباده. وايه دور العباده؟ زي الكنائس والجوامع ووسائل الاعلام. يعني ايه وسائل الاعلام يا مستر؟ زي التلفزيون. خلي بالك بيقول لك المقروءه والمرئيه والمسموعه. يعني ايه ده؟ المقروءه زي الجرانيد، الجورناد اللي موجود عندك ده معلم، ده بيعلمك برضو ايه؟ شويه قيم. والمرئيه زي التلفزيون، تمام، او الموبايل. والمسموعه زي الايه؟ الراديو. وبقول لك كمان في شويه مؤسسات كمان بتساعد على التنشئه الاجتماعيه، زي السياسيه والاقتصاديه والعسكريه وغيره. تمام.
طيب فاحنا عندنا شكلين لحد دلوقتي من اشكال التنشئه الاجتماعيه: تنشئه مقصوده ودي بتبقى مباشره من خلال الاسره والمدرسه، تنشئه غير مقصوده ودي غير مباشره، وبالاخص هو دور الايه؟ دور العباده. طب بعد كده عندي في شويه مؤسسات، وركز بقى معايا، ساعدوا في التنشئه الاجتماعيه او التربيه الاجتماعيه. عندي مؤسسات كتير قوي بس احنا هناخد منهم ثلاثه. بيقول لك عندي الاسره، عندي المدرسه، عندي دور العباده زي الكنائس او الجوامع، عندي جماعات الرفاق او الزملاء ودول اللي هم اصحابك، عندي وسائل الاعلام، عندي دور الثقافه، عندي الاحزاب السياسيه، ومجال العمل اللي هو الشغل اللي انت بتشتغل فيه. احنا ناخد كل دول يا مستر؟ لا يا معلم، احنا ناخد ثلاثه بس. بيقول لك ايه؟ يستعرض بعض المؤسسات التي تساهم في عمليه التنشئه الاجتماعي، يعني بتساعد على التنشئه الاجتماعيه. انا عاجبني الكتاب قوي على فكره، يعني عاجبني شكل الكتاب جدا يعني. تسلم ايده وتسلم ايد اللي صمم. فبيقول لك ايه؟ اولا عندي الاسره، بعد كده عندي المدرسه، وبعد كده عندي دور العباده. ركز بالله عليك عشان هو الدرس ده درس رغي شويه، وصدقني مش هتلاقي حد ملخصه لك زيي، فركز كده معايا عشان تلاقي الموضوع سهل وبسيط. اولا الاسره، بيقول لك ان الاسره معلم هي اول مؤسسه في التنشئه الاجتماعيه. ده طبيعي، ده طبيعي يا حبيب قلبي ان الاسره تكون هي اول مؤسسه في التنشئه الايه؟ الاجتماعيه، لان الاسره دي اول حاجه بيلاقيها الفرد اول ما يكبر، صح؟ او اول ما يتولد، قصدي اول ما يتولد اول حاجه بيلاقيها قدامه ايه؟ هي الاسره. والاسره دي بتكون متكونه من ايه؟ من اب وام والاخوات بتاعتك لو في ايه؟ اخوات. اول حاجه او اول مؤسسه بتقوم على التنشئه الاجتماعيه هي الاسره. يبقى دي حطها كده في دماغك ان اول مؤسسه في التنشئه الاجتماعيه مين؟ هي الاسره. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاسره هي بناء اجتماعي او جماعه اجتماعيه صغيره. وخلي بالك الاسره حجمها صغير حتى لو كان عددكم كبير، يعني انت وبابا وعندك كم اخ؟ مثلا 5 6 20 يا عم، 70 برضه حجمكم ايه؟ قليل بالنسبه للمجتمع، حجمكم برضه قليل. فبيقول لك ان الاسره هي بناء اجتماعي او جماعه اجتماعيه ايه؟ صغيره، تتكون من، بص بقى كلام سهل قوي، تتكون من ايه؟ اب وام وايه؟ وابناء يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤوليه، ويقوم الاباء بتربيه الابناء ليصبحوا اشخاصا يسلكون بطريقه اجتماعيه سليمه. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ بيقول لك ان دي الاسره موجوده في حاجه اسمها البناء الاجتماعي، والاسره دي بتتكون من اب وام والابناء. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ودول الايه؟ الابناء. بيقول لك يتبادلون الحب. ما طبيعي ان كلهم تلاقيهم عندهم ايه؟ بيحبوا بعض، صح؟ بيتبادلون المسؤوليه. يعني ايه يتبادلون المسؤوليه؟ تلاقي الام تعبانه مثلا، تلاقي الاب هو اللي واقف بيطبخ. تلاقي مثلا الاب مثلا مش قادر يشتغل، فالام بتنزل ايه؟ تساعده في الشغل. تلاقي مثلا الام مش قادره مثلا تغسل مثلا مواعين، فتلاقي العيال هي اللي بتغسل الايه؟ المواعين. فهو بيتشاركون في الايه؟ في المسؤوليه. فده الكلام دوت اللي احنا بنقوله. بيقول لك الاباء بتربيه الابناء ليصبحوا اشخاصا يسلكون بطريقه اجتماعيه سليمه. هم ايه الدور بتاع الاب والام؟ ان هم يربوا العيال دي علشان يكونوا في المجتمع يسلكون بطريقه سليمه، يعني من الاخر يكون سلوكهم كويس فين؟ في المجتمع. طيب بيقول لك تعريف استرشادي للاسره، حبيت ان انا اقوله لك برضو. بيقول لك ان الاسره هي النواه الاولى، ودي الجمله الحلوه عندي والمهمه، ان الاسره هي النواه الايه؟ الاولى. لما اكلمك عن النواه الاولى تعرف على طول ان هي الايه؟ الاسره. خلي بالك بيقول لك تعد اهم وسيط تربوي، والجمله دي برضو عندي الايه؟ المهمه، ان الاسره هي تعد اهم وسيط تربوي لان هي الاولى، فهي كده اهم وسيط ايه؟ تربوي. طيب ده كان عندنا التعريف بس كده عن ايه؟ عن الاسره. بيقول لك اهميه الاسره في عمليه التنشئه الاجتماعيه، وركز بقى معايا يا معلم عشان هيبدا برضو يعيد نفس الكلام. بيقول لك ايه؟ تعد الاسره من اهم مؤسسات التنشئه الاجتماعيه. طب ما انا قلت 700,000 مره ان الاسره هي اهم مؤسسه في التنشئه الايه؟ الاجتماعيه، يعني هي اول مؤسسه في التربيه الاجتماعيه. بيقول لك ايه؟ ان لم تكن اهمها، يعني ايه؟ ان هي الاولى، الاهم، وهي اهم حاجه، لان تاثيرها في شخصيه الفرد اقوى واعمق من تاثير اي مؤسسه اجتماعيه اخرى. طبيعي يا حبيب قلبي ان الاسره بتاعتك تكون هي المؤسسه اللي بتاثر على الفرد اقوى واعمق من اي مؤسسه تانية. يعني مثلا انت هتسمع، انت هو الشخص
هتسمع كلام ابوك ولا صاحبك؟ لا يا مستر انا هسمع كلام ابويا، انا طفل صغير، ابويا قال لي تعالى روح اروح، صح ولا لا؟ تمام، ماليش دعوه بيك، انت شحط كبير ما تسمعش كلام حد، انا بتكلم على ايه؟ الطفل الصغير، الطفل الايه الصغير. فبيقول لك ان يعني عارف لما تلاقي كده مثلا اب عمال يشتم كل شويه في الرايح والجاي، ايه بيشتم، فتلاقي ابنه طالع برضه بيشتم، ليه؟ عشان وهو صغير اتربى على الايه؟ على الشتيمه. فبيقول لك عشان كده بيقول لك ان ايه؟ ان الاسره هي بتربي في شخص الفرد، وهي اقوى واعمق في التاثير، اقوى واعمق في الايه؟ في التاثير. يعني انت مثلا لو سمعت حد بيشتم وهو ما بيشتمش مثلا، فهتلاقي مين الاعمق في التاثير عندك؟ لا بابا ما بيشتمش، فانا هكون زي ايه؟ زي بابا. تمام. فبيقول لك ايه؟ يتضح دور الاسره فيما يلي. خلي بالك ايه بقى دور الاسره يا معلم؟ احنا عندنا اربعه. بيقول لك ايه؟ انها المؤسسه الاجتماعيه الاولى. تاني دور الاسره ايه؟ انها المؤسسه الاجتماعيه الاولى. شوف قلناها 700,000 مره. حيث ينشا فيها الطفل ويشبع حاجاته الاساسيه التي لا يستطيع العيش بدونها. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك يا معلم ان الاسره هي المؤسسه الاولى للطفل، وكمان الاسره بتشبع الحاجات الاساسيه عند الطفل. ايه الحاجات الاساسيه اللي بتكون عند الطفل؟ زي الايه؟ الاكل، اكتب الكلام ده، الشرب، الملبس، تمام، المكان اللي هو البيت. فدي حاجات اساسيه المفروض تكون عند الطفل، صح؟ فمين اللي بيشبع الحاجات دي؟ الاسره. مين اللي بيشبع الحاجات دي؟ الاسره. يبقى اول حاجه دور الاسره ان هي بتشبع الحاجات الاساسيه الاولى عند الطفل، زي الاكل، الشرب، الملبس، المكان اللي هو المسكن، او الفلوس مثلا اللي هتصرف ايه منها. طيب بيقول لك ايه؟ يتلقى الفرد من خلال الاسره مختلف المهارات والمعارف الأولية، فهي تكسب أو تكسبه اللغة وآداب السلوك وتعمله شيئا عن الدين والعادات. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا معلم، بيقول لك إن الأسرة، ركز معايا في الحتة دي، الأسرة بتكسب الفرد مهارات ومعارف، والمهارات والمعارف دي بتكون الأولى أو الأولية. يعني إيه الكلام ده؟ الطفل أول ما بيتولد، بص ركز معايا، الطفل أول إيه؟ ما بيتولد ما بيبقاش عارف أي حاجة، صح؟ فالأسرة بتديله الحاجات الأولية. إيه الحاجات الأولية؟ زي اللغة. يعني إيه اللغة؟ تلاقي مثلا الأم قاعدة طول اليوم مع الطفل، والماما والبابا والتيتا. إيه ده؟ يقول لها كتاب، تقول له شاطر. إيه ده؟ تقول له، يقول لها قلم، تقول له شاطر. إيه ده؟ مين ده؟ بابا. مين ده؟ تيتا. ده الطفل. اللي بيحصل هنا بتعلمه الايه؟ بتعلمه اللغه، بتعلمه الايه؟ اللغه اللي احنا بنتكلم بيها. فبيقول لك ان الاسره بتعلم الطفل المهارات والمعارف الاولى. يعني ايه المعارف الاولى؟ زي اللغه. يعني الطفل لسه مش عارف حتى يتكلم، فهنا الطفل قصدي الاسره بتعلم الطفل الايه؟ اللغه. بتعلمه كمان الاداب والسلوك. يعني ايه الاداب والسلوك؟ يعني ايه السلوك اللي ينفع تعمله والسلوك اللي ما ينفعش تعمله. زي مثلا لما جيت قلت لك تلاقي الاب والام اول ما يجي كده عمه كده كبير يقول له ايه؟ تف على عمه حبيبي. طبعا الكلام ده سلوك غلط، ما ينفعش السلوك ده. السلوك دوت يطلع الطفل بيتف على كل الناس، فدي حاجه ايه؟ دي حاجه غلط. تمام. فعشان كده ان الاسره هي الحاجه يعني والمؤسسه الاولى في تربيه الطفل وتعليم السلوك بتاعته. بتقول له ايه؟ وتعلمه شيئا عن الدين والعادات. ودي بقى المهمه، علشان دي يعني شويه مفتقدينها، ان الاسره ليها دور في ان هي تعلم الطفل الدين والعادات والتقاليد بتاعتنا. يعني بتقول له ايه اداب الدين وايه اداب الحوار اللي احنا المفروض نتعامل بيها مع الناس، وايه العادات والتقاليد بتاعتنا. ايه الفرق؟ يعني معلش، ايه الفرق من ده شخص محترم وده شخص مش محترم؟ ده شخص اتربى وده شخص ما ترباش. ركز معايا، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق هنا في التنشئة الاجتماعية. يعني ايه يا مستر الفرق في التنشئة الاجتماعية؟ معلش رجعت كده بس ما علينا. يعني ايه يا مستر الفرق في التنشئة الاجتماعية؟ ده الشخص اللي اتربى، الاسره علمته المهارات الاولى. يعني ايه يا مستر علمته المهارات الاولى؟ يعني يا معلم علمته اللغه، عرفت ان هو ايه؟ يتكلم. تاني حاجه علمته اداب السلوك. يعني ايه يا مستر علمته اداب السلوك؟ يعني خليته من الاخر تقول له ايه الصح اللي ينفع يتعمل وايه الغلط اللي ما ينفعش تعمله. علمته كمان الحاجات والعادات والدين واداب الدين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قالت له مثلا احنا الدين بيقول عندنا ان احنا مثلا ما نشتمش، ما نكذبش على حد،
ما نضربش حد، ما مش عارف ايه. وكمان العادات والتقاليد بتاعنا اللي هو اداب الحوار، ان انت لو في حد اكبر منك تتعامل معاه ايه، بشكل كويس. لكن تعال نروح للشخص ده، الشخص ده طفل ما ترباش، فهتلاقيه ولا عارف ان هو ايه السلوك اللي ينفع يعملها وايه اللي ما ينفعش يعملها. فتلاقي اي حد كبير معدي هو بيهزقه وبيشتمه ومش عارف ايه، ليه؟ علشان غايب عنه التنشئه الاجتماعيه الاولى. زائد ان كمان مش عارف حاجه عن الدين، مش عارف حاجه كمان عن العادات والتقاليد، ايه الصح والايه الغلط. طبعا مين اللي هيكون ناجح فيهم في المجتمع؟ اكيد اللي اتربى. لكن دوت اللي ما عندوش تنشئه اجتماعيه مش هيكون ناجح في المجتمع، هيكون سواق توك توك في الاخر. ده حاجه طبيعيه، مع احترامي طبعا لكل سواقين التوك توك. انا بتكلم عن اللي اتعلم ويبقى في الاخر كده ده مش صح. لكن اللي ما اتعلمش خالص ده غصب عنه، هو ما لقاش غير الايه، الشغلانه دي. طيب فبيقول لك ثلاثه، تعد بمثابه الرقيب، حلوه دي، على ممارسات المؤسسات التنشئه الاخرى مع الابناء. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان الاسره هي الرقيب على كل المؤسسات الاخرى. يعني ايه الكلام ده؟ معلم، الاسره قلنا ان هي المؤسسه الاولى، صح؟ وعندنا مؤسسات تانية كتير. طيب المؤسسات التانية كتير ده الطفل بيبقى فيها. طب مين الرقيب على الطفل في المؤسسات التانية دي؟ الأسرة. يعني إيه الكلام ده؟ أنت دلوقتي في المدرسة، دي مؤسسة بتعلم في الطفل. طيب تلاقي الأم كل شوية رايحة مع الابن توديه المدرسة، جاية مع الابن ترجعه من المدرسة، عايزة تشوف مين المدرسين، تسأل عن المدرسين، تسأل على أصحابه. إيه اللي بيحصل هنا؟ تبص بتسأل على أصحابه وتشوف مين اللي مصاحب مين أو مش مصاحب مين. فهنا في مؤسسات تانية مين الرقيب عليها؟ هي الأسرة. بتقول للطفل لا ده المدرسة دي حلوة، لا المدرسة دي مش حلوة، لا صحابك دي حلوين، لا المدرس ده وحش، لا المدرس ده ايه، حلو. فبتخلي هي بتكون الرقيب على الطفل، فبتكون الرقيب على ايه، على الطفل. فعشان كده بيقول لك تعد بمثابة الرقيب على ممارسات المؤسسات التانية. فلما يجي يسألك يقول لك مين الرقيب على كل المؤسسات التانية من حيث الطفل، فايه هنقول الأسرة. طيب أربعة، بيقول لك تعد الوسيط الذي يتعلم الفرد في اطاره الانماط السلوكيه التي تحدد ما سيكتسبه. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده يا معلم، انا دلوقتي طفل، ركز كده معايا في الحته دي. انا دلوقتي طفل، تمام، وعندي بابا، ركز معايا بس في الحته دي، وعندي ايه، عندي بابا. طيب انا جيت بابا وانا صغير، جينا نتناقش، ورحت انا جيت عايز اقول رايي، فراح بابا سمع رايي. بابا سمع ايه، رايي. فكده بابا علمني حاجه اسمها حب المشاركه. ابويا شاركني في الايه، في الراي. وكمان قدر ان هو رأى ان رايي صح فسمع كلامي. ما عندوش هنا، بص ما عندوش تعصب في الايه، في الفكره. فهتلاقي الطفل ده لما يكبر، بص اهو، الطفل ده لما يكبر مش هيبقى عنده حاجه اسمها التعصب، ولا هيبقى عنده حاجه اسمها الراي الاحادي، وهيبقى عنده حاجه اسمها حب الايه، الشراكه. فهنا جاي بص، نفس بقى الفكره اللي هنا، انا بس حبيت ارسم لك عشان ايه، تفهم معنى الكلام ده. فهنا بص اللي بيقول لك ايه، بيقول لك تعد الوسط التي يتعلم الفرد في اطاره الانماط السلوكيه التي تحدد ما سيكتسبه. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ بيقول لك ان الاسره بتعلم الفرد شويه مبادئ، والمبادئ دي بتبقى اطار الانماط. يعني ايه اطار الانماط؟ يعني بتكون مع الطفل على طول وبتحدد ما سيكتسبه. يعني مثلا لو الاب ده ما كانش سمع الطفل، هتلاقي اللي هيكتسبه الطفل في المستقبل ان هو ما بيسمعش كلام حد، هو بيسمع كلام رايه فقط لا غير. لكن عشان الاب سمع كلام الطفل، فهتلاقي الطفل دوت لما يكبر ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان هو بيسمع كلام الناس، مش بيسمع كلام الناس اللي هو يعني بيمشي وراهم بيمشي ورا الاشاعات، لا بيسمع اراء الايه، الغير، بيسمع اراء الايه، الغير. فبيقول لك كده الاسره، انا عايزك بس تفهم الحته دي. فبيقول لك الاسره على حسب ما بتنشأ في الطفل بتحدد ايه اللي هيكتسبه في المستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاسره نشأت في الطفل احنا نسمع بعض وان انت تعتمد على نفسك، فهتلاقي الطفل لما يكبر ان هو بيسمع كلام، بيسمع مثلا اراء الاخرين وما عندوش تعصب، تمام، في الفكره. لكن الاسره جت قالت ان هو ايه، ما رضتش تسمع الطفل وقالت له انت مهمش وبس، إيه الكلام اللي انت بتقوله ده مش عارف ايه ده. هتلاقي الطفل لما يكبر هتلاقي ان هو ايه، ما بيسمعش كلام حد، صح؟ وهتلاقي عنده برضه تعصب وعنده فكر ايه، وحادي. فعلى حسب انت تنشأته ايه هو هيكتسب ايه. تمام تمام. دول كانوا الاربعه اللي عندي، تعال نختصرهم، تعال نختصرهم معانا. بيقول لك ايه، ان الاسره هي المؤسسه الاولى في
المجتمع. بيقول لك ان الاسره ان هي بتكتسب للفرد المهارات والمعارف الاولى زي مثلا اللغه واداب السلوك والدين والعادات. بيقول لك ان الاسره هي الرقيب على المؤسسات الاخرى اللي بيتعامل معها الطفل. بيقول لك ان الاسره هي على حسب ما بتعلم الطفل او بتنشئ الطفل دوت اطار وسلوك في إيه هو هيكتسب ايه في المستقبل. فبيقول لك مثلا قيام الاب بتعليم الطفل كيفيه اداء العبادات اهو. يعني الاب قال للطفل احنا ازاي يبقى عندنا اداء العباده، يعني ازاي اصلي، ازاي اصوم، ازاي مثلا ادي صدقه. تمام. فدي اسمها اداء الايه العبادات. بيقول لك كمان قيام الام بمعاقبه الطفل عند ترديده كلمه بذيئه. زي هنا بيقول لك ان الام لقت ان الطفل بتاعها بيقول كلمه بذيئه. تمام. فهنا عاقبته. بعد كده عندنا حاجه اسمها اساليب التنشئه الاجتماعيه. ايه يا معلم اساليب التنشئه الاجتماعيه؟ ركز كده معايا، واسمها بين قوسين المعامله الوالديه. هل كلنا متربيين نفس التربيه؟ استحاله. ليه؟ علشان في اساليب بتبقى في التنشئه الاجتماعيه، في ادوات مختلفه في التنشئه الاجتماعيه. كل واحد اتربى على عادات وتقاليد مختلفه، كل واحد كان عنده اب وام مختلفين. فعشان كده بنقول، وكل واحد كان في مدرسه برضه ايه مختلفه، فعشان كده بنقول في شويه اساليب للتنشئه الاجتماعيه. بيقول لك ايه؟ يؤكد العلماء ان اساليب التنشئه الاجتماعيه او المعامله الوالديه تعد اهدافا وتختلف بين، بص بقى، الاساليب الاجتماعيه بتختلف، او الاساليب التنشئه الاجتماعيه بتختلف. ليه الطفل ده بيطلع كويس والطفل ده بيطلع مش كويس؟ علشان التربيه بتبقى ايه مختلفه. فبيقول لك اول حاجه المجتمعات. يعني ايه المجتمعات يا معلم؟ انت دلوقتي لما تكون في بيئه حضاريه زي المجتمع اللي احنا عايشين فيه مثلا اللي هو القاهره، غير لما تكون في بيئه اللي هي الصعيد مثلا او الريف. ايه اللي بيحصل هنا؟ المجتمع غير من سلوك الانسان. هنا الاب والام بيربوا بطريقه، وهنا والام بيربوا بطريقه ايه تانية. هنا عندهم عادات وتقاليد، وهنا عندهم عادات وايه وتقاليد. فعشان كده المجتمعات بتفرق في التربيه، المجتمعات بتفرق في الايه في التربيه. تلاقي مثلا البنت، ليه اغلب الناس تقول لك ايه يا عم روح اتجوز من الصعيد؟ بس الكلام ده كان زمان. روح اتجوز من ايه من الصعيد، ده البنت تلاقيها ايه ما خرجتش من البيت، ده عادات وتقاليد. لكن يقول لك لو انت اتجوزت من القاهره، لا ده البنت خرجت ولفت وعملت وسوت. الكلام ده طبعا ايه كان زمان يعني. فكان هنا بيقول لك ايه على حسب المكان اللي انت عايش فيه، على حسب الايه التربيه، على حسب المجتمعات بتختلف التربيه. تاني حاجه المجموعات الاسريه في نفس المجتمع الواحد من وقت لاخر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه المجموعات الأسرية في نفس المجتمع الواحد من وقت لآخر؟ خلي بالك الطفل، هو هنا قصده الطفل وهو صغير هيتربى بأسلوب. طب لما يكبر، يعني مثلا هو في حضانة ليه أسلوب في التربية، كبر بقى في ابتدائي ليه أسلوب في التربية، صح؟ كبر بقى في إعدادي، لا ده ليه أسلوب تاني. كبر بقى في ثانوي، لا ده ليه أسلوب تالت. كبر بقى في جامعة، ده ليه أسلوب رابع خالص. إيه اللي حصل هنا؟ بيقول لك إن المجموعات الأسرية في نفس المجتمع الواحد من وقت لآخر، يعني الأسرة بتربى الطفل في نفس الوقت او في نفس المجتمع قصدي، بس على مراحل مختلفة. يعني انا دلوقتي ابني وهو في حضانة مش هربيه زي هو في ابتدائي، اكيد هكتسبه ايه عادات وقيم تانية. يعني هو في حضانة مثلا مش فاهم يعني ايه إيه الصح وايه الغلط، بس انا بحاول ايه اعلمها له بشكل بسيط. جه في ابتدائي بدا يفهم شويه، فبقيت اديله حاجات اعمق. جه في اعدادي اديله حاجات اعمق واعمق. في ثانوي لا ده خلاص، ده انت بقيت راجل دلوقتي، انت المفروض عارف كل الايه العادات والتقاليد المفروض، وايه الصح وايه الغلط. تمام تمام. تاني حاجه من اساليب التنشئه الاجتماعيه بيقول لك الاب والام من وقت لاخر موقف لاخر. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان الاب والام برضو يختلفون في اساليب التنشئه الاجتماعيه. ما هو طبيعي رد فعل الاب غير رد فعل الام. دلوقتي لو عندي ابن غلط، تمام، هل الابن اللي غلط ده مثلا اب هيكون رد فعله حاجه والام هتكون رد فعلها ايه حاجه تانية؟ زي انت دلوقتي مثلا لو ربنا كرمك وشربت سجاير، معاك بتاعه سيجاره اهي، تمام، وامك شافتك، امك هتعمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي بتشرب سجاير، ده على اخر الزمن مش عارف ايه، تقعد ايه تولول جنبك. طب لو ابوك شافك
ده انت الله يرحمك، سلم على الشهداء اللي معاك يا حبيب قلبي. جود باي باي باي، سلم على الشهداء، خلاص مت. لو ابوك شافك انت كده ايه، سلمت على الشهداء اللي معاك. فبيقول لك ان رد الاب والام يختلف من موقف لايه لاخر، كل الاب وكل ام ليها رد فعل مختلف. فبيقول لك اخر حاجه بقى الثقافات المختلفه، ودي هي نفس المجتمعات. يعني ايه الثقافات المختلفه؟ انا دلوقتي موجود في مصر، فليا عادات وتقاليد وليا تربيه وليا تنشئه ايه خاصه. لكن انا دلوقتي موجود في فرنسا، فبرضه ليا عادات وتقاليد وليا برضه تنشئه اجتماعيه ايه اخرى. فمن الاخر بيقول لك في شويه اساليب بتخلي التنشئه الاجتماعيه مختلفه. ايه هم؟ اول حاجه المجتمعات. لو انت عايش مثلا في المدينه فهيكون لك عادات وتقاليد مختلفه، لو انت عايش في الريف فهيكون لك برضه عادات وتقاليد ايه مختلفه. تاني حاجه بيقول لك ان على حسب السن بتاع الطفل او المرحله بتاع الطفل يختلف التربيه، تختلف الايه التربيه. تالت حاجه بيقول لك ان الاب والام يختلفون من الموقف لاخر، طبيعي ان رد فعل الاب مختلف عن رد فعل الايه الام. بعد كده بيقول لك الثقافات والمختلفه، يعني بيقول لك ان انت موجود في مصر فاكيد ليك ثقافات ايه مختلفه، لو انت موجود في فرنسا اكيد ليك برضو تنشئه اجتماعيه مختلفه. انا بتكلم كل ده عن التنشئه الاجتماعيه، ركز معايا فوق، انا كل ده بتكلم عن دور الاسره فقط لا غير. تمام تمام طيب. بيقول لك وهذا يفسر الفروق في سلوك الافراد والمجموعات من المجتمع الاخر بداخل المجتمع الواحد، حيث ان أساليب المعاملة الوالدية لا تسير على وتير واحد خلال مراحل النمو المختلفة للطفل، فهي تداخل وتتشابك. يعني ايه الكلام ده؟ أنا عايزك بص بقى تركز معايا نلخص الكلام ده كله في إيه؟ بيقول لك يا معلم أنت عندك دلوقتي أدي الأسرة، ركز كده معايا. الأسرة بتتكون من أب وأم والأبناء، ودول المهمين، الأبناء هم المهمين هنا. ليه؟ عشان الأبناء هم اللي هنعمل لهم حاجة اسمها التنشئة الاجتماعية. صح؟ صح. بعد كده جينا قلنا ايه؟ بيقول لك ان التنشئة الاجتماعية دي تختلف. تختلف ليه يا معلم؟ بيقول لك على حسب ايه؟ بص بقى اهو، ادي الطفل كبر وعندنا طفل تاني. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تخيل كده الطفل دوت عاش في مصر والطفل ده عايش في فرنسا. الطفل ده ليه اب وليه ام مختلفين، وده ليه اب وده ليه ايه؟ ام، صح؟ ده هنا في مصر عاش مثلا في القاهرة، تمام. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الطفل ده هيبقى في التنشئه الاجتماعيه ليه عادات وتقاليد مختلفه تخص من ايه؟ تخص مصر، صح؟ وبالذات تخص في المنطقه اللي هو عايش فيها اللي هي الايه؟ القاهره. بيقول لك ان رد فعل الام ورد فعل الاب يختلفون في المواقف الايه؟ الاخرى. بيقول لك ان الطفل ده وهو وصغير الاب والام كانوا بيتعاملون معاه بطريقه مختلفه او بتربيه معينه. لما كبر شويه بقوا يعاملوه بطريقه تانية، لما كبر خالص بقى يعاملوه بطريقه ثالثه. فده ايه؟ اول واحد. طب تاني واحد بيقول لك الشخص ده كان عايش في فرنسا فهيبقى عنده تنشئه اجتماعيه تخص المجتمع الايه؟ الفرنسي. هيبقى الاب والام بتوعه بيعاملوه، كل واحد طبعا ليه برضه ايه؟ الرد فعل بتاعه، بس الرد الفعل بتاعهم هيكون مختلف عن الاب والام دول. ليه؟ عشان الاب والام دول عندهم عادات وتقاليد مختلفه هم منشئين عليها برضه من زمان لما كانوا موجودين في مصر. لكن دول الاب والام دول مختلفين وعندهم عادات وتقاليد تانية مختلفه علشان هم كانوا عايشين برضه فين؟ في فرنسا. وبالذات العادات والتقاليد دي مثلا لو هيكون في باريس، فهيبقى العادات والتقاليد دي بتخص الاخص خالص اللي هو المنطقه بتاعت ايه؟ باريس. طب تعالى كده نتخيل مثلا الاب والام دول طلعوا مصريين وهم عاشوا في فرنسا وخلفوا واد فرنسي. هيجي بقى بص بص في التنشئه الاجتماعيه، هيجي هم طبعا التنشئه الاجتماعيه بتاعتهم كانوا فين؟ في مصر، صح؟ فلما يجي بقى الطفل ده اللي هو اتولد ده، لما يجي يديله العادات والتقاليد بتاعت مصر هيلاقيها مختلفه عن العادات والتقاليد بتاعت ايه؟ فرنسا. فهنا الواد هيحصل له خلل. هيحصل له ايه؟ خلل، لان العادات والتقاليد مختلفه عن المجتمع، فساعتها هيحصل له ايه؟ هيحصل له خلل. فهمت فكره الاسره ودورها في التنشئه الاجتماعيه؟ ده كل الكلام اللي احنا عاملين نحرق فيه من الصبح. طيب بيقول لك ايه؟ بعض نماذج اساليب التنشئه الاجتماعيه. ليه التنشئه الاجتماعيه عندي بتكون مختلفه؟ في شويه نماذج، عندنا ثلاثه.
اول حاجه القبول والرفض، وهنا دايما هيجيب لك الحاجه الصح والحاجه الايه الغلط عكسها. ايه القبول والرفض ده يا معلم؟ اولا القبول هي حاجه ايجابيه المفروض يعملها الاسره. يعني ايه القبول؟ وهنا بنتكلم عن المشاعر. يعني ايه يا مستر المشاعر؟ هنا انا عايز ابين او الاسره عايزه تبين للطفل ان هي مقبول عندهم. يعني يجي ايه مثلا، تلاقي الام عماله دايما بتحضن الطفل بتاعها، الاب اول ما يجي بيبتسم وبيحضن الايه الابن بتاعها، فتلاقي الطفل حاسس بالدفء والمحبه والعطف والاهتمام من الاسره. اذا كان الكلام ده بصوره لفظيه او غير لفظيه. يعني ايه بصوره لفظيه؟ يعني مثلا لو جيت كلمتك وقلت لك مثلا يا ده انا بحبك. عارف انت الام لما تيجي تمسك الطفل الصغير كده اللي في ابتدائي، حبيب قلب اللي جه عملت ايه في المدرسه ومش عارف ايه، بتحسسه بالقبول، بتحسسه ان هو ايه حاجه مهمه عندها. فدي كده الايه القبول. وغير لفظيه، يعني ايه غير لفظيه؟ تلاقي مثلا من غير ما تتكلم تقوم عامله ايه، اول ما يجي ابنها تقوم واخداه بالحضن. الاب اول ما يجي كده من الشغل يقوم واخد ابنه بالايه بالحضن. فدي هنا بتحسس الطفل ان هو عنده ايه قبول. ده بيؤدي لايه؟ الطفل لما يحس بالقبول يبني عنده ايه؟ بيقول لك يؤدي بالابناء الى التقدير الايجابي للذات. يعني ايه التقدير الايجابي بالذات؟ عارف انت مثلا لما يجي طفل هو حاسس بالقبول في الاسره، فتلاقي ان هو ايه حاسس ايه ده انا مهم، ده انا ليا دور في الاسره صح، فيبقى عنده تقدير ايجابي للايه للذات بتاعته. مش قصدي انا الغرور، انا قصدي ايه، قصدي ان هو هنا الانسان حاسس ان هو ليه ايه مكانه في الاسره، فحس بالدفء وحس بالقبول، فهنا عنده التقدير الايجابي للايه للذات. بعد كده النظره الايجابيه للايه للحياه، هتلاقيه بيحب الحياه. تخيل كده شخص الاسره بتاعته بتديله قبول، بتديله اهتمام، كل لما يشوف حد من ابوه او امه تلاقيه بيحضنهم وبيعاملوه بطريقه حلوه، مديله القبول ده بصوره لفظيه اذا كان بيكلموه، او بصوره غير لفظيه مثلا بالحضن او بالنظره، تحس ان العين كده بتطلع قلوب. تمام. فاكيد هيبقى عنده ثقه بالنفس. وتاني حاجه هتلاقيه ان هو بيحب الايه الحياه. طبيعي يعني كده الانسان لما يروح كده ويلاقي مثلا امه كده مدياله كده نظره حلوه ونظره حنان، بيحس بالدفء فعلا، بيحس بالمحبه، بيحس بالعطف اللي موجود في البيت غير اللي موجود في اي حته تانيه. طيب عكس القبول ايه بقى؟ الرفض الوالدي للابناء، ودوت سلوك سلبي. والرفض ده بيكون سلوكيا او معرفيا او عاطفيا. يعني ايه الكلام ده؟ وهنا دوت يعني الاسره اللي بتعمل الرفض ده، يعني لو في حد اب او ام سامع يعني الفيديو، الرفض ده شيء يعني ممكن يطلع ابنك فعلا حرفيا ولا عنده تقدير للنفس بتاعته، وهيكون مش حابب الحياه، ممكن يؤدي للانتحارات. فركزوا من حته الرفض دي كاسره يعني. او لو انت لما تتجوز حبيب قلبي افهم الموضوع ده عشان يبقى عندك حاجه اسمها القبول، ما يبقاش عندك حاجه اسمها الرفض. طب ايه الرفض ده يا معلم؟ بيقول لك ايه؟ ادراك الابناء لغضب الوالدين عليهم واستيائهم منهم. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك هنا الاب والام تلاقيه دايما غضبان على الطفل. تلاقيه دايما هو حاسس ان هو انا يئست منك، انا مش عايزك، ايه يا عم الدرجه اللي انت جبتها في الامتحان دي. دايما الطفل حاسس بالرفض ايه من والديه. فعشان كده بيبقى على حسب سلوك او معرفيا او عاطفيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت تلاقي جبت درجه وحشه، تمام، فتلاقي ابوك ايه دايما محسسك بالرفض، انت انسان معفن، ده انت ايه يا عم، ده حول ما تخش ثانويه عامه، خش صنايع، خش تجاره، خش اي حاجه، انت اصلا مش شاطر في ايه في ثانويه عامه. لو جبت مثلا درجه وحشه في اعدادي مش عارف تعمل حاجه، تلاقيه هو دايما عمال يقول لك يا ابني ايه الكلام اللي انت بتعمله ده، انت ما بتفهمش مش عارف ايه. فتلاقيه دايما انت حاسس بالرفض منهم، حاسس ان هم مش بايه مش بيحبوك. بيقول لك تمام. التجريح والتقليل من شأن الأبناء بالضرب أو السبب أو السخرية أو اللامبالاة. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك ممكن الرفض يجي من عن طريق التجريح أو التقليل. يعني يقول له يا عم أنت فاهم حاجة؟ يجي مثلا يقول له بابا على فكرة احنا المفروض نعمل كذا كذا. يا عم اسكت، أنت بتفهم أصلا؟ يا عم هو أنت خلاص يا طلعت وبقى ليك صوت كمان وبقى ليك رأي. فهنا بتقلل إيه؟ بتقلل منه. وتلاقي كمان حوار الضرب، تلاقي مثلا واحد شحط في ثانيه ثانوي ولا ثالث ثانوي وتلاقي ابوه لحد دلوقتي لسه بيضربه. فكده ايه حاجه اسمها ايه الرفض. انا حاسس ان انت بقى يعني بترفضني، بدل ما تفهمني الصح بطريقه كويسه بتضربني عشان ايه تفهمني الصح. او اساليب السخريه او اللامبالاه. هنا اللامبالاه ان انت الاب والام بيحسسوا ان الطفل مش موجود معاهم في البيت، مش حاسين بيه اصلا، فهي اسمها اللامبالاه. ويعني ايه السخريه؟ تقعد كل شويه تتريق عليه. طب يا مستر ايه الفرق ما بين القبول والرفض؟
الاول بس قبل ما اقول لك الفرق، الرفض بيؤدي الى ايه؟ هنا عكس الكلام ده، التقدير السلبي للذات. هنا الانسان كان حاسس ليه مكانه في الايه؟ في البيت، لكن هنا ما بقاش حاسس ليه مكانه فين؟ في البيت. بعد كده النظره السلبيه للحياه، هو بقى مش عايز ايه؟ الحياه، وبقى مخنوق منها، وممكن يؤدي الى الانتحار. ثالث حاجه العدوانيه، بقى هو عنده تعصب، مش بيحب ايه؟ مش بيحب حد، هو بيحب نفسه فقط، لا ايه؟ لا غير. عنده ايه؟ حاجه اسمها العدوانيه. الشعور بالنقص الكفايه الشخصيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الشعور بنقص الكفايه او الشخصيه؟ هو هنا الانسان حاسس ان هو ناقص، حاسس ان هو قليل، عنده صغر نفس. تلاقيه دايما هنا في الرفض، من كتر ما العيله بترفضه، فهو حاسس ان هو قليل، حاسس ان هو ايه؟ قليل. وكمان حاجه عنده اسمها الاعتماديه. يعني ايه الاعتماديه؟ يعني هو بيعتمد على الغير، بيعتمد على الايه؟ على الغير. تلاقي هنا كان عنده تقدير الايجابي للذات، وهتلاقي عنده استقلاليه. يعني هنا رقم ثلاثة ممكن تزودها الاستقلاليه. يعني ايه الاستقلاليه؟ يعني تلاقيه بيعرف ياخد قرارات. لكن هنا هيبقى عنده الاعتماديه، بيعتمد دايما على الايه؟ على الغير. بص كده، ايه ده؟ فن. بص كده يا معلم، القبول والرفض، عشان برضه تبقى انت ايه؟ عارفهم يعني. بيقول لك ايه؟ ان القبول هنا الانسان، ودي بتخص المشاعر. هنا الأب والأم بيقدمون للطفل حب ودفء وقبول للطفل. يعني ايه قبول للطفل؟ يعني هم بيبينوا للطفل ان هم قابلينه، ان هم ايه؟ قابلينه. فده بيساعد للطفل على حاجه اسمها الاستقلال الفكري. يعني الانسان بيبقى خلاص قادر ان هو ياخد استقلال كده فكري، وعنده حب الحياه. تمام. لكن هنا في الرفض، هنا الاب والام بيبقوا محسسين الطفل ان هو مش مقبول، ودايما بيبقى عندهم حاجه اسمها السخريه على الطفل ده. فطبعا بيؤدي هنا لحاجه اسمها الاعتماديه. يعني ايه مصدر الاعتماديه؟ يعني هو بيعتمد دايما على الاخر، بيعتمد دايما، او مش عنده حاجه اسمها كره الحياه. يعني هو بيبقى مش حابب الحياه اللي هو عايش فيه، وده طبعا بيؤدي لايه؟ للانتحار. تيجي تكلم اي طفل دلوقتي يقول لك يا عم ده انا عايز اعمل كاتنج. ايه يا عم كاتنج ده؟ انا عايز مثلا اموت نفسي. ليه؟ عشان دايما بيحس الرفض من الاهل. فدي مهمه قوي ان الاهل تعمل حاجه اسمها القبول، وبلاش الايه؟ بلاش الرفض. طيب، تاني حاجه عندي المرونه والسماحه والتشدد والتسلط. خلي بالك احنا دايما بناخد الحاجه وعكسها. ايه المرونه والسماحه دي؟ بيقول لك هنا المرونه والسماحه، ودي مرحله ايجابيه تتمثل في ما يرونه الأبناء من مرونة وسماحة من الوالدين. في إيه؟ مناقشة الأبناء وتقبل آرائهم وأفكارهم، وضع قواعد مرنة تحكم سلوكهم. يعني إيه الكلام ده؟ هنا في المرونة والسماحة بيقول لك إن الأسرة بتبقى عندها حاجة اسمها تقبل مناقشة الأبناء. يعني إيه تقبل مناقشة الأبناء؟ يعني يبقى بيسمعوا صوت الأبناء. قول أنت عايز إيه؟ أنت رأيك إيه؟ أفكارك إيه؟ طلع اللي جواك، طلع الإيه؟ اللي جواك. بيقول لك كمان تضع قواعد مرنة تحكم سلوكهم. يعني إيه تضع قواعد مرنة تحكم سلوكهم؟ أنا هحط لك شوية إيه؟ شوية قواعد. القواعد اللي أنا هحطها لك دي علشان تحكم السلوك إيه؟ السلوك بتاعك. خلي بالك القواعد دي بتكون مرنه. يعني ايه بتكون مرنه؟ يعني على حسب انت في سن ايه هحط لك القاعده دي. يعني مثلا ما ينفعش اجي في طفل صغير واقول له اخرج في البيت لوحدك، لكن مثلا انا كبرت دلوقتي بقيت في ثانوي، ما ينفعش اجي اقول له لا ما تخرجش لوحدك. ما خلاص انت بقى في ثانوي، حقه ان هو يخرج، وحق ان هو يشوف، حقه يكون ايه؟ صحاب. فالقواعد دي بتكون مرنه شويه على حسب المرحله بتاعتك عشان تحكم ايه؟ السلوك بتاعك. فيعني ايه المرونه والسماحه؟ المرونه والسماحه تتلخص في ان انا اسمع واتناقش مع الابناء، واسمع افكارهم، واسمع عيالي بيقولوا ايه، وفي نفس الوقت احط قواعد مرنه على حسب السن بتاعهم علشان تحكم الايه؟ السلوك. طيب، بيقول لك ان هي تؤدي الى ايه؟ بيقول لك تؤدي الى الشعور بالطمأنينة. الانسان او الطفل في الاسره بيحس بالطمأنينة. تاني حاجه بيحس بقوه الثقه بالنفس.
بيبقى عنده ثقه بالنفس لما يجي يقول ويعبر عن اللي جواه، اكيد بيبقى عنده حاجه اسمها الثقه بالايه بالنفس. بيقول لك الرغبه في العمل والانجاز والايه والمبادره. الانسان اللي بيبقى في الاسره بتاعته بتسمع رايه وبتسمع الافكار بتاعته، بيبقى عندها مرونه في التحكم في السلوكيات، بيبقى هو قادر او بيبقى عنده الرغبه في العمل والانجاز والمبادره. يعني مثلا انا دلوقتي عايزك بس تتخيل الموقف. يعني دلوقتي في طفل ابوه وامه قعدوا يتكلموا معاه، يا ابني انت مش بتذاكر ليه؟ فقعد يقول لهم انا زهقت من المذاكره مش عارف ايه وبتاع. بعد كده قالوا له طب خلاص انت زهقت من المذاكره، بس خلي بالك المذاكره دي لو انت تعبت دلوقتي هتطلع مثلا دكتور، فهتلاقي شغلانه ببساطه، هتلاقي المجتمع بيعاملك بمكانه محترمه. طلعت مهندس هتلاقي برضه نفس الفكره، طلعت مدرس هتلاقي برضه ان المجتمع بيعاملك بطريقه معينه مش عارف ايه. فقعدت اتناقش معاه وتتكلم معاه، فهتلاقي الانسان عنده رغبه في انجاز العمل، عايز يذاكر علشان يوصل فعلا للي ابوه وامه ايه قالوا له. غير بقى العكس هنا في التشدد والتسلط، وهنا الانسان لا روح ذاكر غصب عنك، انت لازم تذاكر من غير ما يعرفوا الايه السبب. لكن هنا في المرونه والسماحه بيتناقش معاه وبيعرفوا الايه اسباب المشاكل وبيسمع كمان افكار. ايه بقى التشدد والتسلط؟ ودوت بيبقى حاجه سلبيه يتمثل فيه الرفض التام لاراء وافكار الابناء. يعني هنا يا معلم بيخليك ان انت مش عايز تسمع كلامك خالص، هو كلامه زي ما ايه صح. فهنا الاب والام ما بيبقاش عايزين يسمعوا افكار الاولاد خالص. عدم السماح للابناء بالمناقشه، يعني هو انت ما بيخلكش تقول افكار وكمان ما بتتناقش معايا. لما يجي ابوك كده تتناقش معاه يقول له ايه يا عم انت كبرت خلاص وتتناقش معايا ولا ايه؟ فهنا العكس من المرونه والسماحه، احنا مخلينا نتناقش لكن هنا ما بنخليناش ايه نتناقش. الافراط في عقاب الابناء المادي والمعنوي. وهنا بتكلم عن الافراط. يعني ايه الافراط؟ يعني تلاقي مثلا حاجه صغيره عملها تلاقيه مسكه ضرب وطحن وطحنه بنت لذينه. يا عم ده انا يعني ده انا ممكن مثلا نسيت مثلا المفتاح، تلاقي ابويا مسكني كلني علقه ما طلعتش منها سليم. طب ده اسمه ايه؟ افراط في العقاب. يعني الموضوع مش مستاهل كل ده. تمام. ممكن يبقى مادي او معنوي. يعني ايه مادي او معنوي؟ المعنوي هو ان هو يحسسك بالرفض، يحسسك ان انت مجهول في العيله. يعني ايه مادي؟ تلاقي مثلا قطع عنك المصروف شهر. طب يا عم ده الحاجه ما تستاهلش، يا عم ده الموضوع بسيط، ده انا نسيت يا دوب المفتاح بس. ليه بتكون عندك الافراط في الايه في العقاب؟ تمام. بيقول لك يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى الانطواء والخوف. طبيعي لما حد يحس، يعني انت كابن دلوقتي حاسس بالرفض، حاسس بعدم السماح والمناقشه في البيت، حاسس بالافراط دايما في العقاب، فهتحس دايما بالايه بالانطواء والخوف. انت مش عايز تكلم حد، انت دايما ايه خايف لحد يجي ايه يضربك. عندك فقدان في الثقه بالايه بالنفس. عندك ضعف الانجاز، مش عارف تعمل اي حاجه، مش عارف تنجز اي ايه حاجه. غياب روح المباداه. يعني ايه الكلام ده؟ انت هنا مش قادر تبدا المبادره، هي مكتوبه غلط. انت مش قادر تبدا. بيقول لك خامس حاجه التمرد والانحراف والميل الى التخريب. خلي بالك التسلط ده والتشدد ده بيؤدي الى الانحراف. ليه الناس اللي طالعه مجرمين دول ليه مجرمين؟ اكيد ابوهم وامهم تمام عاملوهم بحاجه اسمها التشدد والتسلط، فعشان كده طلعوا ايه منحرفين، وطلعوا عندهم الميل الى الايه التخريب. تلاقي دايما هو مش قادر يسمع اراء ابنه، دايما مش عايز يديله السماح بالمناقشه، دايما بيفرط في العقاب. فعشان كده ادى دوت للايه للتمرد والانحراف والميل والايه والتخريب. يبقى من الاخر ايه الفرق ما بين المرونه والسماحه والتشدد والتسلط؟ المرونه والسماحه انا عندي هنا اسره بتسمع الطفل، بتناقشه، بتبقى بتحط له قواعد مرونه على حسب ايه السلوك بتاعه. يعني على حسب انت في سنه كام انا هحط لك القواعد بتاعتك. تمام. فهنا هتطلع طفل حاسس بالاطمئنان، عنده قوه وثقه بالنفس، عنده رغبه في العمل والبدايه. دي المرونه والسماحه. التشدد والتسلط هنا عندي اسره مش بتسمع كلام حد، مش بتسمع كلام الابناء، مش بتخليهم يتناقشوا، عندها الافراط في العقاب. فدوت هيؤدي الى الانطواء والخوف، هيؤدي الى فقدان الثقه بالنفس، هيؤدي الى ضعف الانجاز، الراجل مش عايز يعمل انجاز خالص، هيؤدي الى غياب الروح والمبادره، يعني هو مش قادر ان هو يبدا، هيؤدي الى التمرد والانحراف في السلوك الانساني. تمام. يعني هو بيقول لك عندما يقوم الابن بطرح فكره او راي يخصه حتى وان كان مخالف لفكر الوالدين فيقومون بالحوار والمناقشه. ما دام يقومون بالحوار والمناقشه يبقى ده الايه المرونه. لكن هنا عندما يطلب الابن من الوالدين الذهاب لرحله يوم اجازته
ويكون من الوالدين برفض طلبهم دون نقاش. يبقى هنا الايه؟ التشدد. هنا انت بترفض من غير ما تناقش. انا حاسس ان انا متعصب. ليه بترفض من غير ما تتناقش يا عم؟ ما تتناقش انت كأسرة، تناقش مع الطفل، اتناقش معاهم وشوف ايه دنيتهم. خلي عندك حاجه اسمها مرونه وسماحه، خلي عندك يا معلم حاجه اسمها القبول. اقبل ابنك، احضنه، كلمه. هنا بنتكلم عن المشاعر، لكن المرونه والسماحه انا بتكلم على التصرف والمناقشه. انا هنا دايما هيكلمك عن الافكار، هنا بتكلم عن ايه؟ الافكار. يعني ما تبقاش عندك تشدد سلط. ما هو كل السلبيات اللي بتحصل دي، اذا كان في الرفض او اذا كان في التشدد واذا كان في التدليل والحمايه الزائده اللي هناخدها، كل دول بيؤدوا الى ناس بتبوظ المجتمع. طيب بعد كده الحزم والدليل، ودي اخر حاجه خلاص في الاسره. ايه الحزم والدليل ده؟ والحزم ده بيبقى ايجابي، لكن الدليل دوت بيكون سلبي. يعني ايه الحزم؟ بيقول لك ان انا هنا موضع قواعد مرنه للسلوك يتبعها الابناء ويتبعها الاباء، تنفيذها مما يساهم في ضبط سلوكيات الابناء غير المرغوب فيها، وبيان اسبابها، واحترام اراء الابناء وتقديرهم بعيدا عن التسلط ومشاركتهم في اتخاذ القرار. يعني ايه الكلام ده؟ هنا يا معلم الاسره بتحط شويه قواعد، القواعد دي بنمشي عليها كلنا كبيت. تمام؟ القواعد دي يعني مثلا ما حدش هيتاخر بعد الساعه 12، فكلنا بنمشي عليها بنفس الفكره. وخلي بالك لو انت غلط بيبقى في حزم في الموضوع، بيبقى في ايه؟ حزم في الموضوع. هنا عكس التشدد انا ما اسمعش كلام الابن ودايما برفضه. لكن هنا انا حطيت له قواعد، قلت له خلي بالك لو انت خلفت القواعد دي هيبقى في عقاب. هنا دايما في الحزم هيكلمك عن عقاب، بس العقاب ده هيكون عقاب ايجابي. يعني مثلا الابن غلط، فانا قلت له يا ابني الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، ما تعملهوش تاني. هيجيب لك سؤال زي كده في الحزم. طب غلط، هقول له تاني ما تعملش الكلام ده. طب غلط مره ثالثه، ممكن يؤدي الى الضرب، ان انا اضربه علشان اربيه. فهنا في الحزم الضرب السلوك الغير مثلا، او ان انا امنعه مثلا عن المصروف، السلوك الوحش بيبقى في الاخر. خلي بالك في ناس فعلا، في اطفال بتبقى عايزه محتاجه الايه؟ الحزم ده، بيبقى مثلا سلوكهم ضاع خالص فلازم محتاج الحزم. طبعا انت ما توصلش لحد الحزم، يعني انت لو ظبطت الاثنين اللي فوق هتلاقي الحزم بتاعك ايه؟ كويس. فخلي بالك هي كلها عباره عن سلسله. يعني انت لو اديت للشخص مرونه وقبول، هتلاقي ايه؟ ان الحزم ده بيبقى قليل، هتلاقي ان الحزم ايه؟ بيبقى قليل مع الناس التانية. فهنا بيبقى في قواعد، الاختصار بتاع الحزم بيبقى في قواعد. القواعد دي انا لو مشيت عليها في الاسره فكده اسمها الايه؟ الحزم. كل الاسره بتمشي على القواعد دي. فبيقول لك الحزم ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي الى الاستقرار الانفعالي. يعني ايه الاستقرار الانفعالي؟ يعني عكس التوتر، عكس الغضب، عكس القلق، الكلام ده. تمام؟ بيؤدي الى الثقه بالنفس، اتزان الشخصيه. طبيعي لما يكون في شويه قواعد احنا ماشيين عليها ففي اتزان في الشخصيه. البعد عن التعصب للراي، الاستقلاليه في الفكر. كلام كله متعاد. طيب العكس بقى، وهي التدليل والحمايه الزائده. يعني ايه التدليل والحمايه الزائده يا مستر؟ التدليل والحمايه الزائده، عارف انت الطفل المدلع زياده عن اللزوم ده برضه بيطلع ايه؟ شخص مش كويس. فبيقول لك اهو الاشباع، ماشي ما علينا، التدليل دوت سيرته مش حلو. الاشباع الفوري لحاجات الابناء والازعاج لمطالبهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الاشباع الفوري؟ عارف انت الطفل لما يجي يقول لبابا هات لي مثلا مش عارف ايه، يقول له حاضر. هات لي كذا، حاضر. هات لي كذا، حاضر. هنا بيقول لك ايه؟ الاشباع الفوري ده بيؤدي لطفل برضه هو هيفضل كل حاجه معتمد على بابا، صح؟ بابا اعمل لي كذا، حاضر. بابا اعمل لي كذا، حاضر. فالاشباع الفوري ده بيؤدي لحاجه اسمها التدليل. يعني انت انسان عندك تدليل لابنك، فبرضه الطفل دوت مش هيبقى عنده حاجه اسمها الايه؟ الاحتماليه. هو مش هيتحمل اي حاجه، هو متعود من هو طفل وصغير كل حاجه بيطلبها بتجيله. فلما يكبر مش هيبقى عنده احتماليه. انا عايز اشتغل يبقى عايز اشتغل دلوقتي، عايز اشتغل بوظيفه حلوه يبقى عايز اشتغل بوظيفه حلوه. مش هيبقى عنده روح الايه؟ الاستمرار. تمام؟ فبيقول لك ايه؟ القيام بالمسؤوليات التي يفترض ان يقوم بها الابناء. يعني ايه القيام بالمسؤوليات التي يقوم بها الابناء؟ انت دلوقتي مثلا زمان وانت طفل تلاقي مش قادر تكتب الواجب، فامك تعمل ايه؟ تمسك القلم بايديها الشمال عشان خطها وحش بايديها الشمال، تقوم كاتبه لك الواجب. ليه؟ علشان حاسه ان انت تعبت فهي تعمل الواجب ايه؟ مكانك. فده اسمه التدليل. تمام؟ يبقى الاشباع الفوري دي حاجه سلبيه. القيام بالمسؤوليات بتاعت الطفل، يعني مثلا انا المسؤوليات بتاعت الطفل او دوره ان هو يعمل ايه؟ يعمل الواجب. انت كأم ما تعمليش الواجب. تمام. بيقول لك عدم تحمل الابناء لمسؤوليه او اداء الادوات الايه؟ الاجتماعيه. ما هو التدليل دوت يا معلم
بيؤدي ان الابناء ما بتشوفش ايه مسؤوليه. ما هو طبيعي لما يكون عنده واجب، وان انت الواجب ده انت اللي تعمله، فانت كده هتأدي لايه؟ ان مفيش مسؤوليه. طيب خلي بالك كمان بيؤدي الى اداء الادوار الاجتماعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ما بيبقاش عنده حاجه اسمها اداء اجتماعي، هو شايف ان المجتمع ده مهمش، هو ابوه بيعمل له وامه بتعمل له كل حاجه، فلما يجي حد يقول له انت دورك في المجتمع، دوري في المجتمع ايه؟ خلي بابا وماما يعملوه. فاهم قصدي ايه؟ فكده الفرق بين التدليل والحمايه، هنبقى في حزم، قواعد، قوانين، كل واحد ليه مسؤوليه، كل واحد ليه حاجته بيعملها. لكن انا في التدليل والحمايه لا، انا هنا الاب بيعملوا هم كل ايه حاجه، فالابن ما بيبقاش عنده دور بس. ودي الامثله اللي عندنا يا معلم. بيقول لك هو احترام راي الابناء في تحديد مستقبلهم ورغباتهم في اختيار الكليه المناسبه. يعني هنا الاب بيبقى ليه قواعد، انت ذاكر وانت تقدر ان انت تختار الكليه بتاعتك، فدي اسمها برضو الحزم. لكن هنا بيقول لك عندما تقوم الام بعمل الواجبات المدرسيه بدلا من الابن، ده اسمه التدليل الزائد. انا بس كل اللي طالبه منك ايه؟ بعيد بقى عن الدرس، كأسرة خلي عندك قبول، حب الطفل، حسسه ان انت مقبول في الاسره بتاعتنا. خلي عندك حاجه اسمها مرونه، يعني ناقشه، كلمه، اعرف مواضيعه. خلي عندك حاجه اسمها الحزم، حط له شويه قواعد يمشي عليهم. ابعد عن اول حاجه الرفض، ان انت ايه ما تقبلش الطفل بتاعك. ابعد عن التشدد والتسلط، ان انت ما تسمعش كلامه خالص، لا اسمع كلامه. ابعد عن التدليل والحمايه الزائده، ان انت ما تدلعش ابنك زياده عن اللزوم. دي بالله عليكم دي حاجه للاسره لازم تسمعوها بجد. الاسره لازم تسمع الدرس ده، الدرس ده مهم ليها. طيب تاني حاجه، الحمد لله خلصنا الاسره. تاني حاجه هي التنشئه الاجتماعيه في المدرسه. طب بيقول لك ايه؟ تمثل المدرسه مجتمعا مصغرا. يا حبيبي، المدرسه بالنسبه للمجتمع هي مجتمع ايه صغير، يتدرب فيها النشء على قواعد النظم وممارسه الانشطه وتكوين العلاقات الاجتماعيه، وتعمل على تنميه مهارات الطلاب. بص يا معلم من الاخر عشان عايز ايه الخص كل الهري ده. بيقول لك ان المدرسه هي المؤسسه الثانيه، عشان تعرف، الثانيه. وخلي بالك بيقول لك ان المدرسه كمان بتساعد الطفل على الانشطه والمهارات والقيم، وان هي يقدر ان هو يتعامل مع المجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ المهارات ان بيخلي الطفل مثلا، احنا عندنا يعني ايه المهارات والانشطه؟ طفل، عارف انت عندك الحصه بتاعت الرسم، حصه الالعاب، حصه الزراعه، بيشوف المهارات بتاعت الطفل تنفع في ايه، ومفروض ان هو تقومه. المفروض المهارات او الانشطه اللي تنفع مع الطفل ايه، ومفروض ايه يقومها. فمثلا هو نفع في الالعاب مثلا في الكوره، فاقوم مثلا المهاره دي. نفع في الرسم، اقوم المهاره دي. كمان بتعلمك القيم والمبادئ، بتعلمك كمان الانتظام. يعني ايه الانتظام؟ يعني تخليك يقول لك تعالى الساعه 7 ونص، وعندك الحصه الاولى كذا، الحصه الثانيه كذا، الحصه الثالثه كذا. بتعلمك الايه النظام. بتعلمك القيم ليه؟ لان اسمها التربيه والتعليم، فبتعلمك الايه القيم. بتعلمك كمان القواعد والايه والعادات والتقاليد بتاعه المجتمع. كمان بتعلمك العلوم بقى الايه اللي موجوده عندك، اذا كنت بقى في الادبي مثلا بتاخد علم اجتماعي، علم نفس، بتاخد تاريخ وعربي، فبتعلمك برضو العلوم. في كل دي بتعمله الايه المدرسه. فالمدرسه بتساعد على التنشئه الايه الاجتماعيه بتاعتك. تمام تمام. تخليك كمان عندك حاجه اسمها التفاعل بين الطلاب بعضهم وبعض. يعني بيبقى عندك حاجه اسمها التعامل مع المجتمع والتفاعل الاجتماعي، يعني بتعرف تتعامل مع الطلاب بتوعك. دي تعريف التنشئه الاجتماعيه. فالمدرسه كان المدرسه عملت ايه؟ يا الله، انت بتهزر يا عم، انت وشك نحس يا عم، تانية ثانوي وشك نحس. بص بقى لما شرحت كله جاي تقول لي الكاميرا فصلت. طيب ان شاء الله ان شاء الله الكاميرا تكون فصلت عند المدرسه وعمليه التعليم، صح ولا ايه؟ طب الحمد لله. نشرح تاني المدرسه عمليه التعليم، ركز معايا يا عم. بيقول لك المدرسه عمليه التعليم، بيقول لك ان المدرسه تعد المدرسه المؤسسه التعليميه الرسميه. يعني ايه يا مستر ان هي التعليميه الرسميه؟ يعني انا باخد منها ايه؟ شهاده. طيب بيقول لك المدرسه بتقوم بايه؟ بتقوم بوظيفه تربيه. يعني ايه الوظيفه التربيه دي يا معلم؟ الوظيفه التربيه هنا هو ان انا بيبقى الانسان، اسمها اصلا التربيه والتعليم صح؟ فهنا المدرسه بتبدا تعلمك. يعني ايه تعلمك؟ تعلمك مثلا القواعد والنظم بتاعتك، بتخليك مثلا عندك مبادئ وعندك اخلاق. فهنا المدرسه برضو بتقوم بوظيفه تربويه. تمام. طيب خلي بالك بتقول لك المدرسه بتعلمك المزيد من المعايير والادوار الاجتماعيه. يعني ايه الادوار الاجتماعيه يا معلم؟ هنا المدرسه بتعرفك ايه مكانك وايه دورتك، ايه مكان الدكتور وايه دوره، ايه مكان المهندس وايه دوره. عشان لما انت تعرف الادوار الاجتماعيه دي هتبقى انت عايز تعرف انت حابب ده ولا حابب ده ولا حابب ايه ده. طيب بعد كده نقل الثقافات المتطوره. يعني ايه مستر نقل الثقافات المتطوره؟ هنا يا معلم في المدرسه في التاريخ
بتلاقي ان هي بتنقل لك الثقافات المتطوره كتير عشان يبقى عقلك يتفتح ويكبر. يعني مثلا بتنقل لك ثقافه مثلا اوروبا، بتنقل لك ثقافات افريقيا، بتنقل لك ثقافات مثلا امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، والثقافه بتاعتك بتاعت مصر. فتلاقي انت عارف الثقافات كلها بتتكلم في ايه، او ايه المحور او ايه الفكره بتاعهم، فتلاقي ان انت عقلك ايه متفتح. ده المدرسه بتعمل كده. بعد كده بيقول لك ايه، ان المدرسه بيقول لك تدعيم احساس الفرد بالحقوق والواجبات. هنا المدرسه بتخلي الفرد يبقى عارف ايه حقوقه وايه واجباته اللي المفروض يعملها، وذلك نتيجه اتساع مجاله الاجتماعي. يعني ايه نتيجه اتساع مجاله الاجتماعي؟ بيقول لك ان الفرد كل شويه كل ما يكبر بيبقى المجتمع بتاعه بيزيد. يعني ايه بيزيد؟ يعني انا طفل ما اعرفش غير بابا وماما، انا في ابتدائي اعرف صحابي اللي في المدرسه، انا في اعدادي اعرف صحابي المدرسه واللي بره المدرسه، انا في ثانوي يا نهار ابيض انا اعرف صحابي اللي في المدرسه واعرف الجيران واعرف صحابي دول واعرف صحابي دول وعامل شله كبيره. طب انا في الجامعه لا، ده انا عارف دول ودول 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 واللي في الشغل ومش عارف ايه. فالاتساع بتاع المجال بتاعي او الاجتماعي بيزيد، عارف المجتمع عندي بيزيد. فبيقول لك ايه، وتباين الاشخاص. فهنا المدرسه لازم تعلم الحقوق والواجبات دي علشان الاشخاص بتاعتك ايه بتزيد. فما دام الاشخاص بتاعتك بتزيد لازم اعرفك حقوق وواجباتك اللي انت المفروض تتعامل ايه معاهم. فبيقول لك بقى المدرسه، فالطفل بيخرج من الاسره اللي هي مجتمع الاسره المتجانس الى المجتمع الاكبر الاقل تجانس. يعني ايه الكلام ده؟ يلا انا كنت كاتبه اهو بس يلا مش فادك نعيده تاني. بيقول لك ان الطفل وهو صغير بيبقى ال الاسره بتاعته بيبقى فيها تجانس. يعني ايه تجانس؟ يعني فيها حب، فيها دفء، فيها موده، صح؟ فده اسمه التجانس، ده اسمه الايه الترابط، التجانس او الترابط. ودي المجتمع الصغير بالنسبه للاسره. بيطلع بقى لمجتمع اكبر زي اللي هو ايه المدرسه. ما طبيعي ان اصحابي في المدرسه اكبر من بابا وماما فكتير، صح؟ وبيقول لك المجتمع الاكبر ده اقل تجانس. يعني ايه اقل تجانس؟ يعني اقل ترابط، اقل حب، اقل دفء، اقل ايه موده. فبيقول لك هنا ان المدرسه يعني انا لازم اعلم الطفل الواجبات والحقوق بتاعته علشان لما يطلع من المجتمع الصغير ده اللي هو بتاع الاسره، اللي هو الحب والدفء والشديد والحاجه الجميله وعايش في سلام والدنيا زهور وبتاع، لما يطلع بقى في المجتمع الاكبر والاقل تجانس يعني اقل ترابط اقل حب، وتلاقي مثلا في ناس ما بتحبش بعض وبتاع، لا يبقى عارف ايه حقوقه وايه واجباته. تمام تمام. طيب ايه وظائف المدرسه؟ معلش خلاص انا عارف الدرس رخم وطويل بس معلش. بيقول لك تساعد المدرسه الطلاب على التدريب على الانضباط والاحترام والقواعد والنظم. يعني ايه التدريب على الانضباط والاحترام والقواعد؟ خلاص يا معلم عرفنا بقى ان المدرسه بتحط لك شويه قواعد وشويه نظم انت المفروض تتدرب عليهم. يعني مثلا اصحى الصبح الساعه 7:30، ليك محاضره مش عارف الساعه كام، ليك محاضره مش عارف الساعه كام، فهنا بتعلمك الانضباط. طيب تاني حاجه اعدادهم للقيام بادوارهم داخل المجتمع. هنا المدرسه بتخليك ايه دورك داخل المجتمع وايه دورنا داخل المجتمع. تالت حاجه تبسيط ثقافه المجتمع. يعني ايه تبسيط ثقافه المجتمع؟ بتعرفك المجتمع ايه الثقافه بتاعته عشان لما تطلع بره المجتمع ده وتطلع بره المدرسه تعرف تتعامل بنفس الايه الثقافه بتاعته. اربعه تعديل اتجاهاتهم السلبيه. يعني ايه تعديل اتجاهاتهم السلبيه؟ هتلاقي واحد عنده مشكله في التنشئه الاسريه، ما ترباش كويس، تمام؟ فهتلاقي مثلا عنده شويه سلوك سلبيه، فتلاقي المدرسه بتعدل السلوكات دي، تمام؟ بعد كده بتقول لك ايه، واكسبهم القيم والاتجاهات. يبقى بعد ما تعدل السلوكات دي بتدي لهم القيم والسلوكيات الايه الصحيحه. خلاص انا قربت اهو. بعد كده عندي دور المدرسه في عمليه التنشئه، وهي نفس بقى الكلام بقى، التنميه الاطار الثقافي المشترك. يعني ايه الكلام ده؟ هنا يا معلم المدرسه بتقول لك ان انت عندك شويه ثقافه في المجتمع فعايزك تمشي على نفس الاطار، فبتعلمك الثقافات بتاعت المجتمع بتاعتك عشان تمشي نفس الاطار بتاعك، نفس الكلام. طيب تقديم الرعايه النفسيه الاجتماعيه. المدرسه بتقدم رعايه نفسيه واجتماعيه. لو انت عندك مشاكل نفسيه كده، عندك انطوائي بتاع، المفروض في المدرسه اللي هو المدرس بتاع علم النفس او المدرس بتاع اللي هو الاخصائي الاجتماعي يتعامل مع النفسيه ايه بتاعتك دي، ويتعامل مع المجتمع، او ان انت عندك مثلا مشكله في ان انت ما تعرفش تتعامل مع الناس في المجتمع، فبرضه يتعامل معاك ويعرفك ان انت ازاي تتعامل مع الايه مع المجتمع. ثالث حاجه مراعاه قدرات الطالب. يعني انا دلوقتي الطالب عندي ليه قدرات، فانا على حسب قدراتك يا معلم هدي لك الخبرات بتاعتك. انت دلوقتي مثلا في ابتدائي فهعمل لك منهج يليق بالابتدائي، انت في اعدادي هعمل لك منهج يليق بالاعدادي. طب انت راجل او طالب دمج، تمام؟ فاكيد هعمل لك منهج يخص ايه ليك انت. اربعه تعليم الطالب كيف يضبط سلوكه ويحقق ايه اهدافه. هنا خلاص نفس الكلام، بيقول لك ان الطالب المدرسه جايه تعلم
ازاي اضبط السلوك بتاعي واقول ايه الصح وايه الغلط، وازاي احقق اهدافي بس بطريقه متلائمه تتفق مع المعايير الاجتماعيه. انا دلوقتي عايز مثلا اكون غني، بس لازم اكون غني بطريقه توافق المجتمع، يعني مثلا اشتغل اكتر، تمام، اذاكر عشان اطلع دكتور مثلا وابقى ايه غني. اوعى تقول المدرسين غنيين، المدرسين مش غنيين يا ابني، احنا مش لاقيين ناكل. طيب، رقم 5، اكساب الطلاب العادات الصحيه السليمه. يعني ايه؟ يعني هي من الاخر بيقول لك ايه العادات السليمه وايه العادات الايه الغير سليمه، ايه السلوك اللي ينفع اعمله والسلوك اللي ما ينفعش اعمله، هو كله بيعيد نفس الكلام. اكساب الطلاب اساليب التفكير العلمي. هنا يا معلم بيقول لك ان انت مفروض المدرسه بتدي لك التفكير العلمي. يعني ايه تفكير علمي يا معلم؟ يعني بتخليك عندك خطوات. يعني ايه خطوات؟ يعني انا عشان انفذ شيء لازم يكون لي خطوات عشان انفذه، ما يبقاش انت تفكيرك عشوائي او تفكيرك ايه خرافي، لا ده انت عندك تفكير علمي. 7، توجيه الطلاب وارشادهم لاختيار المجال التعليمي والتخصصي. انت دلوقتي وانت وصغير او انت في اولى ثانوي كنت بتاخد كل الحاجات الادبيه والحاجات العلميه، ليه؟ عشان تشوف انت شاطر في ايه، بعد كده تتخصص في المجال بتاعك، بعد كده تخش الكليه اللي انت حاببها. ده المفروض يحصل يعني، بعد ما تخش الكليه اللي حاببها فتشتغل الحاجه اللي انت حاببها، فكده انت تخصصت في الايه في المجال بتاعك. 8، توعيه كل العاملين في المدرسه باهميه القدوه الحسنه. هنا المدرسه كمان بتنمي كل الناس اللي موجوده في المجتمع، قصدي في المدرسه، ان انت قدوه لكل الناس. وهنا الكلام للمدرسين، انت المفروض قدوه لكل الموجودين في في المدرسه. فالمفروض يا معلم يشوفوا القدوه الحسنه دي قدامهم علشان هم كمان يطلعوا كويسين ويظبطوا المجتمع ويبقى ينشئوا مجتمع كويس. فهنا المدرسه بتوعي كل العاملين في المدرسه ان هم قدوه ايه حسنه. وبكده احنا خلصنا لسه يا المدرسه تقدم المجتمع، دي حته صغيره. هنا المدرسه يا معلم بتقدم، خلي بالك انا عايز اقول لك تاتي المدرسه المرتبه ايه الثانيه، انا قلت لك اصلا فوق ان المدرسه هي المرتبه الايه الثانيه بعد الاسره. طب خلي بالك، هل المدرسه يا مستر بتحصل فيها تقدم للمجتمع؟ اه بيحصل فيها تقدم للمجتمع. ليه؟ ما هو المدرسه بتخلي الفرد بتعدده من الجوانب النفسيه والمعرفيه والسلوكيه والبدنيه والاخلاقيه والمهنيه. فهي المدرسه مفروض بتعد الفرد من كل الحاجات دي. طب لما تعد الفرد من الحاجات دي هتطلع شخص كويس، ولما تطلع شخص كويس الشخص دوت هيفيد المجتمع، ولما يفيد المجتمع هنتقدم بالايه بالمجتمع. تمام تمام. يبقى ايه حوار تقدم المجتمع ده؟ عشان بس ايه نخلص. هنا المدرسه بتقدم للفرد كل الحاجات النفسيه والمعرفيه والسلوكيه والبدنيه والاخلاقيه والمهنيه كلها عشان تطلع شخص كويس. بعد ما تطلع شخص كويس، الشخص اللي هتطلعه كويس ده هيفيد المجتمع، بعد ما يفيد المجتمع يبقى المجتمع هيتقدم. تمام تمام. طيب، بعد كده عندنا دور العباده، وده صغير ما تخافش. بص يعني دور العباده هي الحته دي فقط لا غير. دور العباده بيقول لك ايه؟ تعمل على تعليم الفرد والجماعات التعليميه. انا عايزك بس تعرف ان دور العباده ده غير مقصود، يعني غير مباشر. تمام تمام. بيقول لك تعمل على تعليم الفرد والجماعات التعليم والمعايير الدينيه. ماشي يا معلم، هنا الدور العباده بيعلم الجماعات ايه الحاجات الدينيه الصحيحه، وايه التعاليم الدينيه اللي المفروض انا اعملها، زي مثلا الصدق، الخير، المحبه ما بين الناس، الموده ما بين الناس، دي تعاليم برضو دينيه. فهنا الدور العباده اللي هو الكنايس او المجامع او الجوامع بيعلموك ازاي ان انت تتعامل مع الناس في نطاق ديني اللي هو المحبه والموده، وازاي ادي الصدقه والحاجات دي التي تمد الفرد باطار ايه سلوكي. ما طبيعي لما انا اقول مثلا في الدين ان انت لازم تحب الغير، فانت دوت هيبني على سلوكك ان انا المفروض احب الايه احب الناس التانيه، صح؟ فهيبقى سلوكي كويسه. وتنميه الضمير، دي غلط على فكره، اسمها الضمير مش الصغير، ها اللي معاك كتاب يصلحها، الضمير. وتوحيد السلوك الاجتماعي، والتقرب بين الطبقات، وترجمه التعليم الديني. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا معلم، بيقول لك هنا الدين مفروض ان هو بينمي العادات والتقاليد الدينيه. طب بعد ما بينميها، مفروض بعد ما بينمي العادات والتقاليد الدينيه دي بتاثر على سلوكك وبتخلي سلوكك كويس، وكمان بتاثر على ضميرك وبتخلي الضمير كويس، وبتوحد كمان الطبقات. يعني ايه بتوحد الطبقات؟ يعني مثلا احنا كلنا جوه الكنيسه او جوه الجامع تلاقينا كلنا في غني وفي فقير، بس كلنا في نفس الايه الكنيسه او كلنا في نفس الجامع. فايه اللي بيحصل هنا؟ بيبقى توحيد الطبقات، اللي هو بنفكر الناس ان احنا كلنا ايه واحد، بنفكر الناس ان احنا كلنا ايه واحد. وكمان
ترجمه التعليم الدينيه الى سلوك عملي. يعني ايه ترجمه التعليم الدينيه الى سلوك عملي؟ انت دلوقتي لما تروح الكنيسه وتروح الجامع تلاقي الكاهن مثلا بيقول لك حب الناس، وتلاقي الشيخ بيقول لك حب الناس. فانت المفروض تاخد التعاليم دي تترجمها لاسلوب عملي. ايه الاسلوب العملي دي؟ ان انت فعلا تحب الناس، ان انت فعلا ايه، تحب الناس. وده اللي احنا عايزينه، ان كل الناس تحب بعض. لو كل الناس حبت بعض الدنيا دي هنعيش في خير. يعني الجزيره دي هتكون احسن جزيره في ايه، في الكون كله. فبيدي لك مثال: يتعلم الفرد في المؤسسات الدينيه ان الصدق والامانه والطهاره والعفه سببا في دخول الجنه، وان الخيانه والشر والفساد في الارض سببا في عدم ايه، دخول الجنه. طيب، وظائف دور العباده بيقول لك ايه؟ تعليم الفرد والجماعات التعليم الدينيه السماويه. نفس الكلام نفس الكلام، ان دور العباده بتعلم الناس الديانات الايه، السماويه التي تحكم السلوك. نفس الكلام اللي فوق، ان هي بتحكم السلوك بتاعك بما يتضمن سعاده الفرد والايه، والمجتمع. طبيعي، ما هو انا لما اعلمك الديانات السماويه وتحكم سلوكك هتلاقي الانسان سعيد. الانسان لما يقدم حب لكل الناس هتلاقي ان هو دايما سعيد. الانسان اللي بيقدم كره يا صفرة يا صفرة، لما تقدمي كره يا صفرة هتلاقي ان انت دايما ايه، مش سعيده وشايفه ان الناس كلها باصه عليك. تمام تمام. لكن قدمي حب، قدمي حب يا اختي. طيب، اتنين، الدعوه الى ترجمه التعليم السماوي الى سلوك عملي. لسه قايلها فوق، اللي انت دلوقتي ان انا الكنيسه او الجامعه بتقول لك ان انت حب الناس وقدم خير للناس، فالمفروض لما سمعت الكلام ده تقدمه لاسلوك عملي ان انت تعمل ده. طيب، ثالث حاجه، امتداد الطفل باطار سلوك معياري يعمل في اطاره. يعني انا بدي للطفل اطار كده معين، المفروض تحب الناس، ما تضايقش حد، انت تمشي على نفس الايه، الاطار ده. اكساب الطفل قيمه واتجاه ومعارف دينيه واجتماعيه وخلقيه وثقافيه متنوعه. هنا بيقول لك ايه، ان دور العباده بيعرف الانسان ايه القيم بتاعته وايه القيم بتاعت الاجتماعيه وازاي اتعامل بيها، وازاي اكون مثلا راجل متدين واتعامل مع المجتمع دوت. وكمان بيقول لك ان هو بيديله خلفيه ثقافيه متنوعه مع كل الايه، الاديان. اخر حاجه اللي هم الاثنين دول، خمسه، تنميه الضمير لدى الفرد والجماعه. ودي لسه قايل لك فوق ان هو الدين دايما بينمي الضمير بتاعك ويقول لك خلي بالك انت بتعمله ده غلط، ما تسرقش العربيه بتاعت ابوك، ما تسرقش الفلوس بتاعت ابوك. يعني خلي عندك ايه، ضمير. رقم ستة، توحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعيه. وده الكلام اللي انا قلته فوق، ان برضو احنا بنوحد السلوك بتاعنا واحنا كلنا جوه الكنيسه او جوه الجامع. تلاقينا ايه، كلنا يعتبر نفس الطبقه. احنا في منا الغني في منا الفقير، بس كلنا في نفس الكنيسه وكلنا في نفس الجامع. فعايزين نفكر الناس ان احنا كلنا نفس الايه، نفس الطبقه. تعالى كده احل معاك السؤالين، اول سؤالين بس عشان يبقى انا كده خلصت معاك الصفحه. بيقول لك ايه: عند بكاء أولادي أو غضبهم وجدت إن أفضل طريقة لتهدئتهم حضنهم. بص بص، الحضن أهو. هنا الإيه؟ القبول. حسيت إن هو مقبول عندي دون كلام أو نقاش أو معاتبة. فقد حضن هادئ أثره إيه؟ عجيب. يحلل هذا القول أحد أساليب التنشئة الاجتماعية للمعاملة الوالدية الإيجابية، هو الإيه؟ القبول. طبعا المرونه والسماحه لما يكلمك ان هو ناقش الطفل. الحزم لما يكلمك ان في قواعد وهو حزم فيها. اعطاء النصائح للابناء دي برضو ايه، ما خدناش اصلا. فهنا كده الايه، القبول. يجب على والد الصبي ان يبعده عن قبائح الافعال. بص بص، بيقول لك ايه، ان الوالد لازم يبعده عن الافعال اللي مش كويسه ومعايب العادات، برضو العادات اللي مش كويسه، بالترهيب والترغيب. يعني بيقول له ايه، بالترهيب والترغيب، يعني ما ينفعش تعمل كده عشان الحاجات دي غلط. والتوبيخ، توبخه تقول له الحاجات اللي انت بتعملها دي غلط. يعني بص بص، انظره مره، اتنين، تلاته. وان احتاج الى الضرب فليكن. يعني انظرتك مره اتنين تلاته، انت ما اديتش الثلاث انذارات دول او ما استفدتش منهم، لا ده انا ممكن كمان ايه، اضربك علشان تبطل العادات الايه، السيئه اللي انت بتعملها دي. يحلل هذا القول احد اساليب التنشئه الاجتماعيه لمعامله الوالدين الايجابيه، وهو الاسلوب الايه، الحزم. طبعا انا قايل لك هنا، بص يا معلم، اوعى تكتب لي الرفض، اوعى تكتب لي الرفض. الرفض هنا لما ما يكونش حذره، الرفض هنا لما يكونش ايه، حذره. لكن هنا حذره مره واثنين وثلاثه وبرضه ما سمعش كلامه. خلي بالك للمره الاخيره، المره الاخيره، عشان بس تبقى انت عارف، عشان بس تبقى انت عارف. القبول هتلاقيه دايما بيكلمك عن مشاعر حب، حضن. افتكرها كده. تمام تمام. الحزم هتلاقيه بيكلمك عن القواعد ولازم نمشي عليها. المرونة، وهيكلمك دايما عن المناقشة وسماع كلام الأبناء.
ده سكرين بحياتك، السكرين ده الدرس، ده الدرس، القبول والحزم والايه والمرونه. تمام تمام. وبكده يا معلم انا خلصت معاك اكبر درس عندك في علم الاجتماع. انا معلش انا فرهطتك وانا فرهطت وتعبت صدقني، والدنيا يعني يلا، بس المهم مش فداك، فداك يا عم البصموك. اشوفك الحصه الجايه. نسيت اقول لك على حاجه، ما تنساش ان انا شويه كده هنزل لك مراجعه على الوحده الاولى بتاعت علم النفس والوحده الاولى بتاعت علم الاجتماع. اشترك يا معلم في القناه عشان تشوف المراجعه دي. سلام.